بيبدأ فيلمنا في سجن بتحصل فيه بطولة ملاكمة على الضيق كده، وده هو العجوز مندي. خلي بالك منه علشان ده هيقفل اللعبة في الآخر. وده جيس دراعه اليمين. هنا دلوقتي بتحصل بطولة ملاكمة بين السجون وبعضها، وده هو مونرو مسجون هنا بقاله 10 سنين، ومن أول ما دخل السجن وهو عمال بيفوز في كل القتالات، ما اتهزمش ولا مرة. ويدخل قصاده واحد من سجن تاني كان أضخم بكتير منه، ولكن واضح إن مونرو واثق من نفسه علشان بقاله 67 مباراة عمال بيفوز. ويبدأ القتال ما بينهم، ومونرو لسه بيجس نبض فيرن، وفضل يديه بكاس في وشه، وفيرن مش عارف يصد ولا ضربه لحد ما سقط على الارض. ويجي خبر للعجوز مندي ان بطل العالم ايس مان جاي لهنا بكره، والمعلق شغال شتيمه فيرن ومولع الجو على الاخر. ولما قام فيرن من تاني استلم مونرو، فضل يضربه ضربه ورا التانيه ومن غير اي رحمه، ومش سايبه ياخد نفسه خالص لحد ما سقط على الارض وفاز مونرو. والمعلق بيقول للكل خلاص بكره جاي لكم ايس مان، ويسال مونرو انت جاهز، ولكن ده ما يردش عليه. وده هو ايس مان بطل العالم في الملاكمه، ومتهم ان هو اغتصب واحده بس هي اللي راميه بالها عليه. والشخص اللي بيعمل معاها المقابله عمال بيستفزه ويقول له انت هتتسجن على الاقل 8 سنين، فبرايك لما ترجع من تاني هتكون عندك القدره انك ترجع لقبك؟ فرد عليه وقال له اكيد طبعا، هفضل اتمرن واظبط اكلي لحد ما اطلع من السجن من تاني، انا مش زي اي حد، انا ملاكم وهفضل البطل لحد ما اعتزل. واتنقل في الطياره وهو بيفتكر بطوله العالم اللي كان في النهائي بتاعها، وفضل يقاتل فيها لحد ما فاز واخدها. وفي اللقاء الصحفي قال له واحد سمعنا انك هتاخد 300 مليون في القتال اللي جاي. فرد عليه يانك مدير اعماله وقال له على فكره دي اقل حاجه. ويعرفهم ايس مان ان هو رايح لوس انجلوس علشان يعمل حفله، ويا ريته ما عملها علشان الست دي هتلبسه التهمه في الحفله دي. وبعدها بيفتكر لما قال للشخص اللي كان بيتكلم معاه هو انا هتعدى على واحده ليه؟ وخلاص دلوقتي وصل بالطياره للسجن، ويشوفوا مونرو، ويجي جيمس اللي عامل نفسه مدير اعماله ويقول له ده مكانك انت مش هو. وواضح ان العجوز مندي عاوز يقابل ايس مان، حتى ان صاحب السجن جاله 170 طلب ان هم يعملوا مقابله مع ايس مان، ولكن ما وافقش على اي طلب، مذيعين يعني وكلام من ده. ويقول له خلي بالك السجن هنا عليه حراسه جامده، وفيه 700 مسجون حراميه ومغتصبين وبتوع عصابات وكل انواع المجرمين اللي يخطروا على بالك، ومش ناقصين اي مشاكل. وده هو ماركر قائد الامن هنا. فرد عليه وقال له مش عايز غير كاسيت وشويه اسطوانات، ولكن ده يرفض ويقول له مش هينفع غير بعد 6 شهور مع حسن السلوك، انت عملت جريمه واغتصبت واحده. ويفتكر اللي كان بيحقق معاه وهو بيقول له لو اعتذرت للست دي ممكن ده يساعدك، بس تعصب عليه وقال له انا مش هتاسف لاي حد، واحمد ربنا ان الحاجز ده بيني وبينك كنت طحنتك. واخدوه خلاص للزنزانه اللي هيقعد فيها، ولقى مينجو في وشه وقال له خليك بعيد عني، بعيد عن سكتي خالص وهنفضل كويسين. وكل شويه بيفتكر الست دي اللي لبسته تهمه وقالت ان هو اغتصبها. وده يقول لمينجو عاوزك تعرف كل المساجين ان محدش ليه دعوه بيا نهائي، ولا يجي يكلمني ولا يستلف مني فلوس، ومش ناقص اسمع حكاوي حد. وهنا جاله العجوز مندي وقال له انا شفت مباريات كتيره وانت كويس في القتال خلي بالك. فساله انت مين؟ ولما عرف ان هو العجوز مندي قال له مدير اعمالي عارفك وقال لي اسلم عليك واسمه يانك. فرد عليه وقال له معرفوش، ناس كتير بيمثلوا انهم عارفيني من زمان ولكن دول كدابين. المهم انت بطل كويس، ولكن احنا عندنا البطل بتاعنا واللي يقدر يهزمك، علشان انت مش كويس كفايه انك تفوز عليه. وكمان يشتموا مندي ومشى بعدها. فطلع وعرف ان اسم الشخص ده مونرو هاتشن. ولما جه وقت الغدا والمساجين كلهم طلعوا، راح ورمى صينيه الاكل وسال مينجو مين هو مونرو ده. فشاور له عليه وقال له اللي لابس طاقيه هناك. جم شويه ملاكمين عمالقه لهنا وهو هزمهم كلهم. فرد عليه وقال له مش لازم تكون عملاق، اهم حاجه المهاره. وراح لعنده وقال له انت البطل هنا؟ فقال له ايوه. ففضل يتريق عليه ويقول له بقالك قد ايه هنا البطل؟ فرد عليه وقال له 10 سنين من وقت ما جيت ما اتهزمتش. وده يديه بالقلم على غفله، والحراس يتدخلوا علشان يحوشوهم عن بعض. ورئيس السجن يقول له انا هعديها لك المره دي. فرد عليه ايس مان وقال له خلي بالك انا مش مجرد مسجون عادي، انا بطل عالمي، يعني اي كلمه هتتقال ليا كل الصحف هتعرف بيها، والناس كلهم هيتلموا حواليكم هنا، وانت عارف بقى اللي هيحصل بعدها. فطلع رئيس السجن وهو بيقول الحظ رماها عندنا ايه ده، وراحوا على الغلبان اللي ما عملش اي حاجه وقال له انت بتعمل مشاكل في السجن. فرد عليهم مونرو قال لهم هو اللي ضربني، وياخدوه علشان يحطوه في الحبس الانفرادي ومش هيطلع منه لحد ما يخلصوا اوراق النقل للسجن تاني. وقفلوا عليه الباب باللحام الحديد. وبعدها يروح مينجو يقول له ايس مان هتشتغل معايا النهارده في المطبخ. فرد عليه وقال له طالما هنكون مع بعض كتير انت ايه اللي دخلك السجن هنا؟ فقال له انا مش قصدي حاجه، بس خلي بالك هنا السؤال ده بيعتبر اهانه للمساجين. ويجي جيمس ينكشه ويمشي. فرد عليه وقال له طب ايه جابك السجن هنا؟ وقول لي صحيح بتحب تضرب الناس مش كده؟ شكلك وانت صغير كنت بتحب تتنمر على الناس، ايه
ايه رايك تضربني؟ ففكره بيهزر، بس يقول له لا بتكلم جد، اضربني انا مش هعمل اي حاجه علشان ترتاح بس يعني. فرد عليه جيمس وقال له طالما ده هيريحك هضربك مره واحده بس انا مش عايز مشاكل، وعلى طول يديه بالبوكس في وشه ويفرح ويقول انا ضربت ايس مان، واللي بيسقف له وقال له انت مبسوط؟ طب خد روح بقى وعرف صاحبك ان مفيش غير بطل واحد هنا بس هو انا. وراح بعدها للمطبخ علشان يعمل الشغل المطلوب منه، ويسأل مينجو من تاني من غير اي اهانه ايه اللي جابك هنا؟ فقال له علشان سرقت مرسيدس. فضحك وقال له تعرف ان انا عندي 3 مرسيدس؟ وراحت واحده من الاداره تطمن على مونرو، فقال لها المكان هنا حلو. وبالنسبه للشخص التاني ده هو فاكر نفسه وهيفضل بطل العالم، بس كل واحد بيجيله يوم ويتهزم. ويجي يانكي يتكلم مع ايس مان ويقول له بطل تعمل مشاكل وكفايه اللي عندك، وخلي بالك لما تطلع لازم تفوز على البطل الجديد وهتشوف بقى كميه فلوس جامده. حاول بس تخلي بالك من مشجعينك علشان هم اللي بيدفعوا اجرك، ولازم تطلع من السجن باسرع وقت. وفي نفس الوقت جيمس بيتكلم مع ناس تبع العجوز ميندي، واللي هم اصلا دافعين ليه علشان ياخد باله منه جوه. فيقول لهم ده احيانا بيكون كانه في عالم تاني مش معاه خالص وعمال بيفتكر حاجات من الماضي، ده غير ان هو احيانا بيعاملني وحش بس انا مهتم بيه على الاخر، اكل ولبس وناس حارسينه. وبعدها بيروح رئيس الامن يتكلم مع مينجو ويقول له سمعت ان ايس مان ضرب واحد. فرد عليه وقال له دي بس اشاعه، بس في الحقيقه ان هو فعليا كان راح لواحد لعنده في الحمام واستفزه لحد ما ضربه وجابه الارض. والمحامي بيقابله ويقول له الست رفعت عليك دعوه وطالبه تعويض ب 75 مليون دولار، وده غير ان اكتر حاجه ممكن ان هم يعملوها له ان هو ياخد من سنه لسنه ونص سجن علشان يطلع، ويعرفوا ان هو واقع في مشاكل ماديه كبيره جامد ولازم يطلع في اسرع وقت ممكن ويرجع للحلبه. وفي نفس الوقت كان مونرو في الحبس الانفرادي بيلعب بخلل السنان ويفتكر قتاله في بطوله الولايه اللي كان متالق فيها على الاخر. كان معروف ان هو بطل كاليفورنيا، وتيجي محاميه من تاني لايس علشان قضيه التحرش. فرد عليها وقال لها انا مش شرير، هي اللي كانت عايزه كده. ما قالتش لا ولا رفضت ولا اي حاجه. فردت عليه وقالت له انها بتقول انك اعتديت عليها غصب عنها وكنت هتقتلها. فقال لها علشان كده كانت فرحانه وهي معايا يعني. فسالته طب ليه ما قلتش الكلام ده قدام المحكمه؟ فرد عليها وقال لها علشان ما عوزتش اطلعها زي العاهره قدامهم، وهو اللي شال الليله. وعماله بتطلع على التلفزيون وعايشه الدور خالص دور الضحيه، وبتقول لهم قد ايه ان هو كان قاسي معاها. وينزل واحد بسكليته ويروح لعنده ويقول له عاوز ان انا اكون صاحبك اعتبرني هديه. فساله من بعتك؟ فرد عليه وقال له اكس اللي بعتني، وده هو زعيم القتله الموجودين. فقال له ايس مان مش عايز اي حاجه من حد ويلا امشي من هنا. فرد عليه وقال له لا ما ينفعش، لو اكس بعت لك هديه لازم تقبلها. فسابه وراح يدور على اكس، ولما عرف ان ده هو والمسؤول عن كل حاجه هنا لقاه بيقول له احنا مميزين جدا خلي بالك، وقوتنا في لمتنا لازم تنضم لينا. وقبل ما يكمل كلامه يديه في وشه، فيجي يتكلم تاني وكمان مره يديله ويتقاتل مع اصحابه لوحده ويضربهم. فيجي له رئيس الامن ويقول له كان حلو اللي عملته، تعالى رئيس السجن عايزك. وده بيقول له بقالك 10 اسابيع هنا وعملت لي 3 مشاكل ورا بعض، وكمان وديت 5 المستشفى. ويحاول يفهمه ان هو لازم يلتزم بالقانون هنا، ولكن ده بيقول لهم لازم اعرفهم مين المسيطر هنا علشان لما تكون البطل الكل هيعوز ياكلك ويطمع في فلوسك. وفي نفس الوقت كان مونرو لسه في الحبس الانفرادي وعمل معبد صيني بخلل السنان، ويفتكر لما مراته خانته وهجم على الراجل اللي كان موجود معاها واتحكم عليه بالسجن علشان قتله من كتر الضرب. والعجوز ميندي بيقول لجيس جاهز للقتال، احنا عندنا مقاتل جامد ولما يفوز على ايس مان هتكون معانا فلوس جامده. ويروحوا يظبطوا مع رجالتهم اللي بره علشان يظبطوا الموضوع. وفعليا رئيس السجن بيقول للقائد بتاع الحراس انا هسافر اجازه اسبوعين وعاوز الموضوع بتاع القتال ده يتم فيهم ومن غير ما اي حد من بره يعرف بيه، وما تسيبوش وراكم اي دليل. ويروحوا يفتحوا الزنزانه بتاعه مونرو عشان يطلعوه من تاني من الحبس الانفرادي بتاعه. وايس مان بيرن على يانكا علشان يجي يتكلم معاه وبيقول له خلاص عندي فرصه علشان اطلع، ميندي هيخلينا نتقاتل مع واحد هنا. فرد عليه وقال له طالما هو قال لك كده يبقى صادق، لازم تسمع الكلام ده منه بنفسه مش من حد تاني. اوعى يكون مونرو اللي هتقاتله، ده مقاتل مش سهل ابدا عمره ما انهزم. فقال له انا بقالي هنا 4 شهور بس، انما هو بقاله 10 سنين. وتعصب عليه جامد ومشى. ويروح مونرو عند ميندي واللي بيقول له في رهانات جامده للقتال ده وهنراهن عليك بمبلغ ضخم جامد، ولو فزت هنكسب 4 مليون دولار. وجيس بيقول له هتطلع من الحبس الانفرادي وتاخد راحتك على الاخر في السجن. فرد عليهم وقال لهم انا عاوز النص. فاستغربوا وقال له ميندي هتعمل ايه بالفلوس دي؟ ده انا اللي هخاطر بكل حاجه. فساله نفس السؤال وقال له طب انت هتعمل ايه بالفلوس؟ انت قدامك كام يوم وتموت. فحاول ميندي ان هو يعرض عليه نسبه 10%، ولكن ده
بيقول لهم لا عاوز اكتر، انا اختي عندها 3 اطفال وعايشه لوحدها، فلوسي هتنفعها، انا عاوز 40%. وبعدها يجي ايس مان ويأكد على مندي الكلام، وخلاص الموضوع بتاع القتال بقى بشكل رسمي ما بينهم، وبدأ كل واحد ان هو يستعد خلاص ويتدرب قبل القتال ده. وكان فاضل بس 6 اسابيع لحد ما يوصلوا للقتال، وايس مان بيشوفه وهو بيجري الصبح، وواضح ان هو بدأ يقلق شويه، وبدأ يشد اكتر في التدريب، ويروح بعدها ويستفزه في الحمام ويقول له لو فاكر نفسك البطل فواضح انك بتصدق خرافات جنية الاسنان. فرد عليه وقال له طب ما حدش يرجع فيها بس، فسكت ومشى. وكانت الست دي لسه بتطلع على التلفزيون وتقول لهم انا كنت رافضه كل حاجه بس هو انقض عليا، ودلوقتي انا اترفدت من الشغل. وبيجي لها رسائل من الناس بيشتموها فيها علشان دخلت البطل في السجن، وانها هي اللي استغلته، وتتمسكن وتقول لهم انا حياتي اتدمرت وحالتي صعبه جامد، ما كنتش عايزه اي حاجه تحصل له بس هو اللي موقفش. والمساجين واضح انهم عاوزين يقولوا حاجه وعمالين بيخبطوا بالكوبايات على الترابيزات، ورئيس الامن بيقول لهم شغلوا الانذار بسرعه عشان شكل المساجين هيعملوا حاجه. وفعليا قام اللي انضرب قبل كده وقال لايس مان على فكره قبل ما تيجي للسجن كنا مفكرينك شخص كويس، بس تيجي هنا وتتصرف على ان كل حاجه بتاعتك وكاننا بنخدمك، لا ده انت هتخسر. وبدا الكل انهم يهتفوا باسم مونرو، وبسرعه جم الحراس ودخلوا واشتبكوا مع المساجين علشان يفضوا الموضوع ده خالص، وكمان يسيطروا عليهم، وضربوا بالنار في السقف عشان ينهوها. والدنيا انقلبت خالص لدرجه ان رئيس السجن لغى القتال، وطبعا اتضايق مندي جامد وقال لجيس اتصل بيه هاتهولي. وفعليا جلى عنده وقال له اي محاوله علشان تخليني اعمل القتال من تاني مش هتنجح. فرد عليه وقال له انا عاوز بس اقول لك على قصه. في الخمسينات كده كان رئيس البلده عاوز ان هو يقفل الكازينو علشان بيكره لعب القمار والكلام ده، وانا رحت قلت الرئيسي الكلام بتاعه، فقال لي عرف رئيس البلده ان هو عنده خيارين بس، يا اما يتقتل يا اما ياخد مبلغ كبير جامد ويسكت. بس في الاخر رفض واتفجرت العربيه بيه ومات. فيقول رئيس السجن القائد الحراس انت هتسيبه يهددني كده قدامك وانت واقف؟ فرد عليه وقال له انا عن نفسي مش عايز اموت. وطبعا في الاخر بيوافق ان القتال يتم، وفاضل بس 9 ايام، والاتنين كانوا عمالين بيتدربوا علشان يجهزوا للبطوله ويروحوا رجاله اكس قبل القتال ب6 ايام بس، ويقولوا لمونرو احنا هنسمم ايس مان علشان نخلي حركته بطيئه وانت استلمه في القتال واديله لحد ما تهزمه. فقال لهم ماشي اعملوا كده، ووقتها هخلص عليكم، انا مش محتاج اي مساعده من اي حد علشان افوز عليه. قرب يا اكس، انا مش راجل كويس بس انا مش جبان، خليك فاكر الكلام ده. فرد عليه وقال له خلاص خلص عليه. وتيجي ليله القتال خلاص، والاتنين بيستعدوا عشان يدخلوا، وكل واحد بياخد التدليك بتاعه. وفي نفس الوقت رئيس الامن بيجمع المساجين واحده واحده في المكان ويسخن مونرو وكمان ايس مان، وجم الرجاله من بره اللي حاطين رهانات كبيره جامد، وبيدخلوا الاتنين للحلبه، وايس مان عمال بيستفز المساجين كلهم علشان بيكرهوها على الاخر. والمعلق بيقول لهم على القوانين، ويقدم البطل مونرو بطل المساجين، ويقدم لهم بطل العالم ايس مان. وطلع لبره يشجع مونرو بذات نفسه، ويبدا القتال. والاتنين بداوا ان هما يجسوا نبض بعض الاول كده وهما بيلفوا حوالين بعضهم، لحد ما ايس مان بدا ان هو يضرب مونرو مره ورا التانيه. فيحاول مونرو يهجم عليه بالضرب، وقدر ان هو يديه كذا ضربه، بس ده بيرد الضربه هو كمان. وفضلوا يضربوا بعض هما الاتنين وشغالين خد وهات، ويعتبر القتال متكافئ لحد دلوقتي، والاتنين بيضربوا وكمان بينضربوا لحد ما بدا ايس مان ان هو يفوق له ويضربه اكتر وهو رايح عليه. وفعليا جابوا الارض، ويروح يتريق على المساجين ويستفزهم. وتبدا الجوله الثانيه، والاتنين هجموا على بعض، ومونرو يضربوا في وشه، وتبادلوا الضربات، وهجموا ايس مان من تاني، وفضل يديه في الوش والبطن وجابه على الحديد، وفضل يضربه وهو زنقه لحد ما جه على الارض. وواضح كده ان ايس مان اقوى بكتير من مونرو. وبدات الجوله الثالثه بهجوم ايس مان، واللي كان بيديه مقصات في وشه وشويه ضرب جامدين وسريعين جدا، وما عداش وقت لحد ما فاق مونرو واداله مقص طاير وشه، وعلى طول انقلبت الموازين. وسيطر مونرو على القتال ده بالضرب، وزنقه على الحديد وكمل عليه لحد ما خلاص سقط على الارض والجوله خلصت. بس بيقوم ايس مان ويهجم عليه، وقائد الامن عمال بيضرب الجرس علشان يركنوا بعيد عن بعض لحد ما فعليا بعدوا. وتبدا الجوله الرابعه، والقتال اشتغل بين الاتنين لحد ما مسكوا في بعض، وده بيضرب والتاني بيضرب، بس مونرو كانت ليها الضربه الاجمد، وفضل يديله في الوش والبطن. وايس مان بيحاول ان هو يدافع عن نفسه لحد ما خلاص بدا ان هو ياخد ضربه ورا التانيه، واللي كانوا جامدين على الاخر، واخد القاضيه اللي جابته على الارض وكسرت غرور ايس مان. وفاز مونرو في القتال خلاص، والكل فضل ينده باسمه في السجن. ويعدي الوقت، ومات العجوز مندي بعد 3 اسابيع من البطوله. وفعليا طلع ايس مان من السجن زي ما وعده مندي، والفلوس كمان
كمان راحت لاخت مونرو زي ما وعدوا، وكمان ساب 2 مليون دولار في حساب جيس. وبالمناسبه ايس مان لما طلع فضل هو ومدير اعماله ينكروا القتال اللي حصل في السجن وان هو انهزم، وبيقولوا ان هي مجرد اشاعات كبيره، انا عمري ما اتهزم من اي حد، وراجع للقتال في البطولات من تاني. والمعلق بيقول ان هو لسه بصحته، وضرب الخصم لحد ما فاز عليه وكسب البطوله فعليا، وبقى هو بطل العالم من تاني في الوزن التقيل. فينده جيمس على مونرو ويقول له دول فاكرين ان ايس مان هو بطل العالم الحقيقي، وفضل يضحك ويهتفوا كلهم باسم مونرو وان هو البطل الحقيقي. فنان خلال السنان. وكانت دي نهايه الجزء الاول، استنوا الجزء الثاني وبس كده. بعد اللي حصل في الجزء الاول والقتال اللي دار بين مونرو وكمان جورج اللي هو ايس مان، اتضح ان جورج لسه ما خلصش الموضوع وهيرجع من تاني. بيبدا فيلمنا في اقوى سجون حراسه في روسيا واللي اسمه شورنيا، وجوه زنزانه شكلها غريب جامد كانها اوضه في فندق ومش في سجن. بنلاقي مسجون حاطط رموز دينيه وبيتعبد قدامها لحد ما يدخل عليه واحد ويقول له فاضل 10 دقايق استعد. فرد عليه بعصبيه وقال له اطلع بره، ده هو بويكا بطل الملاكمه هنا. وفي نفس الوقت بنروح لشركه اعلانيه روسيه واللي بتعمل اعلان مستعينه بجورج بطل الملاكمه السابق، بس المشكله ان هو مش بيعرف يتكلم روسي كويس، علشان كده المخرج كان عمال يوقفه كل شويه ويقول له عيد من تاني لحد ما اتخانق منهم وكسر لهم المنتج بتاعهم. بس مدير اعماله بياخده على جنب علشان يهديه ويتفاهم معاه، وبيقول له خلي بالك انت ما عدتش البطل جورج بتاع زمان، انت دلوقتي معتزل، لازم نعمل كل حاجه علشان ما تفلسش. وده هو اللي جابهم من امريكا لروسيا، ودلوقتي لازم يعملوا اي اعلان ولو حتى تافه علشان ياخدوا فلوس، وكمان يتعرف على الناس ويحضر العزومات مع الشركات، وساعتها يقدر يرجع زي ما كان من تاني. فيوافق جورج ان هو يكمل الاعلان وينفذ المطلوب منه. بعدها في كازينو في روسيا واللي كان بيديره واحد اسمه غريب زي شغلانته جاجا، والمفاجاه ان جاجا مش بس رئيس عصابه ومجرم، لا ده كمان هو اللي بيدير سجن شورنيا بالكامل، من ضباط لعساكر لحتى مساجين. علشان كده بيكون موجود شاشه قصاده على الكاميرات اللي متركبه في السجن، علشان ده هو اللي بيعمل القتالات في السجن بين المساجين وبيخلي الناس يراهنوا على اللي هيكسب منهم. والليله بتكون ميعاد واحده من اكبر المباريات، فبيجهزوا حلبه للقتال اللي موجوده في السجن دي. وكان اجمد واحد في السجن بقى هو الملاكم بويكا، واللي عمال بيكسب كل القتالات اللي بيدخلها، عشان كده بيحاولوا ان هم يجيبوا له اقوى ملاكم في البلد علشان يكسبوا. وده بسبب ان الناس دايما بتراهن على ان بويكا هو اللي هيفوز، وفعليا بيعملها لحد دلوقتي ما خسرش ولا مره. ولما يعرف ان الرهانات كلها كالعاده محطوطه لصالح بويكا بيتضايق علشان معنى كده ان هو اللي هيخسر. بس الراجل بيطمنه ويقول له ان ماركوف مدير السجن بيقول لهم انا جايب لاعب قوي قصاد بويكا المره دي، ولكن جاجا بيرد عليه بان هو سمع الكلام ده كتير قبل كده. المهم ان المباراه بتبدا والمساجين بيتجمعوا حوالين الحلبه طبعا، وكلهم بيشجعوا بويكا كالمعتاد طبعا يعني. وفي نفس الوقت بتتفتح الشاشات في الكازينو علشان الناس تتفرج على المباراه، ويبدا المزاد وبيدخل الحلبه اركادي اللي جاي من سجن تاني، وهو ده المتسابق الجديد قدام بويكا. ومن بعده بيعلن الحكم عن دخول بويكا اللي كسب 34 مباراة من غير ولا هزيمة، وفعليا بيدخل للحلبة كده كأن مش همه أي حد خالص علشان مطمن إن هو كده كده هيكسب. وفي نفس الوقت بنلاقي جورج راكب تاكسي وراجع على أوضته في الفندق، بس المفاجأة إن أوضته في الوقت ده بيدخلها رجالة جاجا علشان يلبسوه تهمة ويتقبض عليه. وفي نفس الوقت بويكا ما صدق إن المباراة بدأت وبيفضل يطحن في اللاعب اللي موجود قصاده من غير ما يقف أبدا. أما جورج لما رجع للفندق بيلاقي ان فيل مدير اعماله بيعاتبه على التاخير على عشاء، والمفروض ان هو كان عازم ناس مهمه علشان يقعد معاهم ويظبط علاقاته، ولكن ده بيقول له ان هو هيروح لاوضته يغير هدومه ويرجع لهم بعد 20 دقيقه، ويا ريته ما راح اوضته علشان ده بيدخل للاوضه في نفس الوقت اللي بيكونوا فيه رجاله جاجا جوه بيحطوا له المخدرات، وده بيدخل يضرب فيهم جامد ويوقعهم على الارض، ولكن للاسف بيجي واحد من وراه ويخبطه على راسه لحد ما يغمى عليه. ولما نرجع لبويكا بنلاقي ان هو لسه بيكسر عظم اركادي ونازل فيه ضرب من غير اي رحمه، وما اكتفاش بكده، لا ده وقعه على الارض وفضل يضربه في وشه لقميه ورا التانيه. بس بيظهر ان اركادي ما يتهزمش بسهوله فبيقوم من تاني، والمره دي بيقرر بويكا ان هو يخلص عليه فبيديله الضربه القاضيه برجله وبتنتهي المباراه. وكالعاده بيكسب بويكا وبيخسر الخصم والكازينو وكمان جاجا، وبيدفع الفلوس للعملاء اللي هم كسبوا الرهان اصلا وهو اللي خسر طبعا. ولكن مدير اعماله بيقول له ان هم لو استمروا
استمروا كده هيقفلوا الكازينو قريب، ولكن طبعا واضح ان جاجا عمل خطة محكمة عشان يجيب واحد يهزم بويكا. وبنرجع من تاني لأوضة جورج اللي بيفوق وبيلاقي الشرطة حواليه في كل مكان وبيحققوا مين اللي اقتحم الأوضة. والغريب ان الشرطة لما تشوف الكاميرات مش بتلاقي اي حد دخل لجوه ولا خرج، بس المفاجأة ان هما لما يفتشوا بيلاقوا المخدرات في كل حتة وحتى جوه الكتاب بتاعه. وبالرغم من ان جورج بيحاول ينفي ان المخدرات بتاعته، ولكن طبعا الشرطة بتقبض عليه وبيودوه للسجن شورنيا. ولما بيعرف بويكا ان جورج وصل للسجن بيروحوا يبصوا لبعض هما الاتنين من فوق لتحت كده، وكأن كل واحد بيتوعد للتاني. وبيدخل بعدها جورج لعند ماركوف مدير السجن واللي بيرحب بيه وبيقول له ان هو كان واحد من معجبينه زمان، ولكن بعد ما دخل للسجن في امريكا وهو خسر شعبيته. بس هما هنا في السجن بيهتموا ببطل الملاكمة، فبيرد عليه جورج ان هو ما يهموش الكلام ده لان هو هيخرج من هنا قريب جامد. وبياخده بعد كده الضابط علشان يستحمى، بس لما جورج بيلاقي المية ساقعة بيرفض ان هو يستحمى، فيحاول العساكر ان هم يجبروه، لكن هو بيضربهم ويخبطهم كلهم في الجدران. وقتها الضابط بيجيب له عساكر اكتر ومن غير اي كلام بيستحمى، وبعدها بيقوموا واخدينه علشان ياخد الهدوم ويروح على زنزانته. وهناك بيقابل زميله في السجن ستيفي واللي بيحاول يرحب بيه بطريقة لطيفة، ولكن واضح ان جورج متضايق وبيزعق له. وتاني يوم الصبح العساكر بتصحي المساجين عشان يخرجوا للفطار، فستيفي بيصحيه ويقول له خلي بالك لو ما خرجناش دلوقتي هيحبسونا هنا طول اليوم. فبيقوم جورج ويروح لعند قاعة الفطار، واول ما بيدخل كلهم بيبصوا له، ولكن هو بيسيبهم ويروح يقف على جنب في الطابور بتاع الاكل. وفجأة بيطلع له مسجون عجوز بكرسي متحرك كان هيخبط فيه، فبيشتمه. فيقول له ستيفي طنش ده مجنون، وبياخدوا الاكل. وكان واضح ان ستيفي بيتصرف له مخدرات مع الاكل، وطبعا كل حاجة بتمنها، فهم بيصرفوا له المخدرات دي عشان ينفذ المهمات المعينة اللي بتطلب منه. علشان كده ستيفي بيحاول يتقرب من جورج ويقول له ان هو فخور انه معاه في نفس الزنزانة. وفجأة بيقطع كلامهم دخول بويكا، وهوب كل المساجين بيقوموا يقفوا انتباه ما عدا جورج اللي فضل قاعد ومكبر دماغه خالص، على الرغم ان ستيفي نصح ان هو يقوم يقف ليه لما شاف بويكا. واللي لما شافه قاعد كده من غير ما يقف بعت له رجالته عشان يوقفوه، بس بوكس واحد من ايد جورج المبروكه كانت كفايه ان هي تحدف له الراجل بتاعه من تاني بعيد. فيتعصب بويكا، وقتها بيقوم جورج من مكانه وفي ايده كوبايه الميه وبيروح ناحيته. ومش بس كده، ده بيتريق عليه ويتف في الكوبايه. فيقول له بويكا انا هو البطل الوحيد في المكان ده، ولكن ما يلحقش يكمل كلامه وجورج بيكب الكوبايه في وشه ويمشي. وطبعا بويكا بيتعصب جامد وكان رايح عشان يهجم عليه، ولكن ده يزق له الكرسي ويمسكوا بعدها هما الاتنين في بعض لحد ما تيجي العساكر ويبعدهم هما الاتنين. ولما بيرجع بويكا لزنزانته من تاني بيتعصب على ماركوف لان هو منعه من انه ينتقم من جورج، ولكن ماركوف بيفهمه ان هو كده كده هيحاربه ولكن في الوقت المناسب وجوه الحلبة. في نفس الوقت جورج بيقابل فيل عشان يشوف عمل ايه مع المحامي، بس المفاجأة ان فيل بيقول له ان المحامي امريكي ومش هيعرف يدافع عنك في روسيا، ولكن السفارة هتعمل الاجراءات عشان تخرجه والموضوع بس محتاج شوية وقت. فيتعصب جورج ويشتمه ويمشي. وتاني يوم جاجا بيروح يقابل ماركوف عشان يعرف منه اخبار المباراة الجاية امتى. فبيقول له ماركوف ان هو استخدم كل الوسائل عشان يقنع جورج بالموضوع. فيطمنه جاجا ويقول له ان هو مش هيخرج من السجن ابدا غير لما ينفذ المطلوب. اما جورج فواضح ان هو خلاص بدأ يتأقلم على الوضع ويتمشى وسط المساجين. وفجأة بيلاقي رجالة بويكا ماسكين صاحبه ستيفي وبيضربوه، فيروح يلحقه بسرعة وينزل ضرب في المجموعة كلها واحد ورا التاني ويوقعهم على الارض كلهم. وبعدها بيشكر ستيفي، فيقول له ان هو لازم يعرف الامور ماشية ازاي في السجن ده، وان السجن ده كله بظباطه ومساجينه من املاك جاجا، والطريقة الوحيدة عشان يأمن من شره في السجن ده ان هو ينفذ المطلوب. بس جورج بيقول له انا مش هسمح لاي حد ان هو يتحكم فيا ابدا، واللي هيقف قدامي هديله في وشه. ولما يعرف بويكا اللي حصل لرجالته بيروح عشان يمسك في جورج، فيعدهم الظباط. وواضح ان الموضوع استوى على الاخر ولازم هتقوم حرب بينهم. وفي الوقت ده بتقوم مباراة تانية في الحلبة كالعادة، بويكا هو اللي بيكتسح ويفوز على طول على خصمه. بس المختلف المرة دي ان جورج بيتفرج على المباراة، وطبعا بويكا بيضرب الخصم بتاعه بقوة جامدة ومش بيرحمه ابدا لحد ما يموته، وكأنه بيواجه رسالة لجورج بان هو هيحصل لك نفس اللي حصل لده. ولكن طبعا نظرة المبالاة من جورج لازقة في وشه، بس بيستغرب لما يلاقي ان نفس العجوز عمال بيراقبه طول الوقت. وبالليل بيدخل ماركوف عند زنزانة جورج وبيعرض عليه ان هو يشترك في مباراة قدام بويكا، وان ده هيسهل حياته هنا جامد في السجن، لا وكمان ممكن ان هو يخرجه بكل سهولة لبره. ولكن طبعا جورج بيرفض ان هو يشترك في السيرك ده، فيقرر ماركوف ان هو يعاقبه عن طريق ان هو يخليه يسلك المجاري. ولما رفض جورج العساكر بيرفعوا عليه السكينة ويهددوه، ووقتها
وقتها بيدخل الراجل ابو كرسي متحرك ويقول له نفذ المطلوب ولما تخلص يبقى عدي عليا. فيخلص فعليا الشغل ويروح للراجل العجوز اللي بيكون في الوقت ده بيعزف على الهارمونيكا وقدامه صورة بنت صغيرة بيخبيها اول ما يوصل جورج. فبيستغرب جورج من الراجل ده وبيرجع على زنزانته ويسأل ستيفي عنه. فستيفي بيقول له ان الراجل ده اسمه كروت، كان جندي في الجيش الروسي ولكن قتل واحد من الضباط علشان كده حبسوه وهيقضي عمره كله في السجن. والغريب ان ستيفي كل شويه بيطلب من جورج ان هو يحارب بويكا ويخرج من السجن، وبنعرف ليه لما نلاقيه بيقابل رجاله بويكا واللي بيدوله المخدرات وبيهددوه من ان هو لازم يخلي جورج يقاتل باي طريقه والا هيقتلوه. وبيروح بعدها رجاله بويكا عشان يضربوا جورج بس هو اللي استلمهم ونزل فيهم ضرب. والمفاجاه بقى ان كروت بيساعده ويضرب معاه، وعلشان كده بيجوا الضباط وياخدوه ويحطوه في حفره مليانه ميه مجاري عشان يعاقبوه ويخلوه يوافق على المباراه غصب عنه. فبيجي له كروت من تاني وكمان بيجيب له الاكل والشرب. بس جورج بيستغرب هو ليه بيعمل معاه كل ده، وده لما ساله مرضاش يقول له على السبب ويعرفه انهم مش هيخرجوا من السجن ده الا لما ينفذ اللي هم عايزينه. ولكن ماركوف بيجي بعد شويه ويخرجه من الحفره ويلبسوه نضيف عشان يروح يقابل جاجا شخصيا ويقنعه ان هو يشترك في المباراه، لان هو لو ما عملش كده هيفضل مرمي في السجن العمر كله. بس جورج بيتريق عليه ويقول له انا مش هنفذ اللي انت عايزه عشان كده المدير اعمالي بره بيحاول يخرجني. ولكن المفاجاه ان مدير اعماله بنفسه شغال مع جاجا. لا وكمان بيقنع جورج ان هو يشارك في المباراه عشان ياخدوا فلوس كتيره جامد. فجورج بيتخانق معاه ويزعق له بس هنا بيعرف ان ما عادش فيه اي حل غير ان هو يقاتل. وبيبدا كل واحد منهم يتدرب كويس عشان المباراه. وفي الليله اللي قبل المباراه رجاله بويكا بيروحوا لستيفي من تاني علشان يطلبوا منه المهمه الاخيره. وبيجي وقت المباراه والكل بيستعد وبتبدا الناس تحط الرهانات بتاعتها. والغريب بقى ان جاجا بنفسه هيحط الرهان بتاعه على بويكا المره دي، على الرغم من ان كل الناس حاطين فلوسهم على جورج شكله مجهز لعبه جديده. بتبدا المباراه والحكم بيعلن دخول البطل جورج صاحب ال 38 مباراه من غير هزيمه واحده. وبيكون ستيفي هو المساعد بتاع جورج بس واضح ان هو متضايق وكانه مجبر يعمل حاجه مش عايزها. وبيقف كروت من بعيد يراقب ستيفي وكانه عارف ان في حاجه هتحصل. وهوب بتبدا المعركه وبيمسكوا في بعض هما الاتنين. وواضح ان جورج بيطلع غضبه كله على بويكا ونازل فيه ضربه ومش مديله اي فرصه ان هو يحرك ايده. وفي الوقت ده ستيفي بينفذ المهمه وبيبدل ازازه الميه بتاع جورج بواحده تانية فيها مخدر. فبيفهم كروت اللي حصل ولما يحاول بويكا ان هو يضرب كان جورج بيتفادى كل الضربات وبيردها له الطقطقين وضربه ورا التانية وقع بويكا على الارض. فافتكر جورج ان هو كده انتصر ولكن بيقوم بويكا من تاني. وواضح كده ان هو قرر يستخدم طريقه جديده ويعتمد اكتر على رجله في الضرب ويقدر ان هو يضرب جورج بقوه ويمسكوا في بعض هما الاتنين لحد ما يسقطوا بره الحلبه. ولكن بيرجعوهم من تاني وتخلص اول جوله. وقتها بيشرب جورج من الازازه اللي فيها المخدر. ولما يرجعوا من تاني للقتال بيكون جورج مش شايف بويكا اصلا ويا دوب كانت ضربه ورا التانيه كفيله انها تكوم جورج على الارض. وبتنتهي المباراه لصالح بويكا. وبيفوق جورج من تاني وهو مش فاكر ايه اللي حصل. فيقول له كروت انهم خدروه عشان يكسبوا. فيتعصب جورج جامد وبيعرف ان ستيفي خانه. فيروح له الزنزانه عشان يضربه ولكن الصدمه لان هو انتحر وشنق نفسه. ده بعد ما ساب له رساله بيعتذر فيها عن خيانته. وقتها بيعرف جورج ان هم اجبروا ستيفي انه يعمل كده. فبيروح على بويكا عشان يفضحه وسط المساجين كلهم لان هو عمل حاجه خسيسه عشان يفوز بيها. بس واضح ان بويكا مش فاهم هو عمال بيتكلم عن ايه اصلا. وهنا يدخل ماركوف يقاطع كلامهم ويطلب من جورج ان هو يرجع لزنزانته من تاني. ولكن جورج بيزعق في وشه ويقول له ان هو كدب عليه وخدعه وعلى طول يديه في وشه يجيبه الارض. فبيؤمر ماركوف العساكر ان هم يعلقوه على العمود بره في السجن. وفعليا بيذنبوه في البرد بره ويفضلوا يضربوا فيه وهيقضي الليله هنا. اما بويكا فبياخد رجالته ويسالهم عن الكلام اللي قاله جورج. ولما يعرف ان هم فعليا خدروه عشان يكسب بالقتال مسك الاتنين اللي عملوها ونزل فيهم ضرب لحد ما قتلهم علشان هو قوي وعاوز يفوز بنزاهه من غير اي غش في الموضوع. في نفس الوقت فيل كان موجود مع جاجا وبيقول له على النسبه بتاعته اللي خان بيها جورج بس انقلب السحر على الساحر وجاجا يقتل فيل علشان طلب منه فلوس زياده. وتاني يوم الصبح المساجين بيلاقوا ان جورج لسه متكتف على عمود في البرد ده. وبيروح كام واحد منهم كده عشان يدفوه. بيحطوا بطانيه على كتافه وواحد بيلبسه جوانتي والتاني طاقيه وكمان ياكلوه ويشربوه. وبيكون جورج مستغرب من اللي هما بيعملوه ولكن مبسوط. والمشكله هنا ان واحد من الضباط شاف اللي حصل ده وراح بلغ ماركوف على طول. عشان كده جمع كل المساجين وقال لهم اللي ساعد جورج يتقدم لقدام. بس هنا كل المساجين بيتقدموا خطوه وهنا بيحس ماركوف ان دي مؤامره. عشان كده بيخليهم كلهم ان هم هيقضوا الليله في البرد هنا.
وتاني يوم جاجا بيعرف اللي عمله ماركو في جورج، فبيجيله السجن ويخليه يفكه فورا، ولما بيقابل جورج بيعتذر له عن اللي حصل، ولكن جورج بيزعله لان الاتفاق اللي كان بينهم ان هو هيخرج بعد ما يقاتل بويكا، ولكن جاجا قال له ان الاتفاق كان هيتم لو انتصر على بويكا، وكمان عرف ان هو اتخدر والموضوع كله هيتعوض في الماتش الجاي، ويوعده ان هو لو كسب هيخرجه من السجن، وده علشان عاوز يعوض الفلوس اللي خسرها في الرهان اللي فات. فيوافق جورج ولكن بشروط، اول حاجه انها تبقى مباراه نزيهه من غير اي حد ما يتخدر في الطرفين، والشرط التاني انهم لازم يجيبوا جواكت للمساجين دول، وفعليا بتيجي الصناديق اللي مليانه بالجواكت للمساجين، وبعدها بيحددوا ميعاد المباراه التانيه، وبرضه بيروح الاتنين عشان يتدربوا. بس المفاجاه ان كروت قرر ان هو يساعد جورج زي ما ساعد المساجين وجاب لهم هدوم، وكمان يقول له انا عارف شويه حركات في القتال هعلمها لك، ويفضل جورج يتدرب مع كروت وهو بيفتكر الحركات القتاليه بتاعت بويكا، وان هو استخدم رجله اكتر من ايده، فقرر ان هو كمان يتدرب على الحركات بتاعته. وفي الليله قبل المباراه جورج بيجي لعند كروت ويلاقيه قدام الصوره بتاعت البنت الصغيره، وهنا بيقرر كروت ان هو يحكي له كل حاجه، ويقول له ان البنت دي هي بنت اخوه، زمانها دلوقتي كبرت علشان هو دخل السجن قبل ما تتولد اصلا، علشان زمان اخوه اللي كان اصغر منه كان سرق مخزن جنبهم، فقرر يضحي بنفسه ويدخل السجن مكانه عشان اخوه شايل مسؤوليه مراته الحامل دي. بعدها حاول يهرب مرتين من السجن عشان كانوا بيعذبوه، وفي المره الثالثه قتل الضابط، واخد هو كمان رصاصه جابت له الشلل، ومن وقتها تأقلم ان هو مش هيعرف يهرب من هنا، وقرر يكمل حياته في السجن. وتاني يوم بيجي ميعاد المباراه وبتبدا الناس تحط الرهانات بتاعتها، والمره دي بيكون كروت هو مساعد جورج، وبيروحوا على الحلبه وبتبدا المباراه، وبيحاول بويكا ان هو يضرب جورج بايده وكمان برجله، والمفاجاه ان جورج بيقدر يمسك بويكا ويديله ضربه ورا التانيه من غير اي رحمه، وبتخلص اول جوله واللي كان واضح ان جورج هو اللي مسيطر فيها. وفي الجوله التانيه جورج بيضرب بقوه جامده برضه، وبيقلب بويكا كم مره في الحلبه، بس واضح ان بويكا بدا ان هو يشد حيله وبيقدر يعمل كسر بسيط في رجل جورج. ولما تنتهي الجوله التانيه كروت بيقول له خلي بالك لازم تفوز في المباراه دي والا هتقضي عمرك كله في العذاب ده اللي انت شايفه في السجن. وقتها جورج افتكر كل اللي شافه الايام اللي فاتت، وهنا قرر انه لازم يخرج من السجن، وعلى طول قام وفضل يضرب في بويكا بطريقه وحشيه جامد وكسر له ركبته، والجمهور كان بيهتف باسم بويكا، دلوقتي كلهم بيهتفوا باسم جورج. وهنا فاز جورج في القتال وجاجا كسب فلوس كتير جامد. وتاني يوم بيخرج جورج من السجن وبيلاقي جاجا مستنيه وبيعتذر له عن اللي هو عمله، وبيديله كمان شنطه مليانه بالفلوس ويقول له ده نصيبك. فيرجع بسرعه بالفلوس لعند ماركوف ويقول له هعمل معاك صفقه، وكانت ان هو هيديله كل الفلوس مقابل ان هو يطلع كروت من السجن. وبيروح فعليا جورج ياخد كروت ويقول له على فكره بنت اخوك عايزه تشوفك وهاخدك لعندها، وفعليا بيفرح كروت وبيلبسوا ويتشيكوا هما الاتنين ويروحوا يستنوا في المحطه، واول لما يشوفها يتعرف عليها ويحاول يمشي عشان متوتر، بس بيرجعوا جورج ويسيبه يروح لعندها علشان يروحوا لبعض هما الاتنين ويمشوا جورج من المكان. ودي هي نهايه الجزء الثاني، استنوا الجزء الثالث وبس كده. بعد اللي حصل في الحلقة اللي فاتت والقتال اللي كان دار بين جورج ايسمان وكمان بويكا، بدأ الجزء الثالث في سجن شارنيا من تاني في روسيا برضه، واللي المعلق بيتكلم فيها عن مباراة جديدة بين اقوى المساجين، وفي نفس الوقت بنلاقي ان واحد من المساجين دول تحت في الدور الارضي عمال بينظف الارضية، وهو بيسمع صوت الجمهور العالي اللي بيشجع الملاكم القوي زايكوف. وزايكوف ده بقى هو المقاتل دلوقتي في السجن الجامد بعد بويكا اللي اتكسرت رجله على ايد جورج في الحلقة اللي فاتت. وبدأت المباراة وكان واضح ان زايكوف فعليا قوي، لان هو مش راحم الخصم اللي موجود قدامه لوكاميه ورا التانيه لحد ما وشه بقى كله دم، وهوب راح مدي الخصم ضربه جامده جابه على الارض. وبعد كده بيبص لجاجا واللي كان قاعد وسط الجماهير وكمان مبسوط وشكله كده فرحان علشان زايكوف بيجيب له فلوس اكتر، ولكن الخصم بيقوم من تاني وبيحاول يضرب زايكوف بس ضربته مش بتاثر فيه، ولما بيجي زايكوف يردها له بيديله ضربات قويه لحد ما يجيبه على الارض ويخلص عليه، وبكده قدر ان هو يفوز وكمان قتل خصمه. وبيخرج جاجا من المباراة ومعاه ماركوف مدير السجن وبيقول له ان هو خلاص هيستثمر فلوسه كلها في زايكوف، وبيدي فلوس للحارس بتاعه عشان يجيب له اكل، ولكن بتقع منه فلوس على الارض وبيشوفها المسجون اللي كان بينظف، فيقول لهم ان الفلوس دي وقعت منهم، ولكن جاجا بيقول له ياخدها علشانه، بس السجين ده بيقول له انا مش محتاج فلوسك، وبيمشي ويسيبهم وهو عمال بيجر رجله. وتطلع المفاجأة ان المسجون ده هو بويكا بعد ما انكسرت رجله واتدهورت حالته، فبيستغرب جاجا من الحالة اللي وصل لها
ولما يرجع بويكا للأوضة من تاني بيقعد يكمل عبادته. وتاني يوم بيروح بويكا علشان يشوف الطلب اللي كان طالبه لتخفيف العقوبة اترفض علشان جرايمه كانت كتيرة، وكمان ممنوع ان هو يقف قدام القاضي حتى ده قبل 15 سنة سجن. فبيرجع بويكا على اوضته وبيعمل تمرينات علشان يعالج رجله المكسورة، وهو بيفتكر اخر مباراة لعبها لما رجله اتكسرت على ايد جورج، وبيحاول ان هو يرفع الجردل برجله لحد ما يلاقي الضباط جايين لعنده ويعمل نفسه مشغول. ولكن جاجا بيدخل لعنده ويطلب من ماركوف ان هو يسيبهم لوحدهم. فبويكا بيكلمه باسلوب وحش ويساله عايز ايه مني، فيقول له جاجا انا مش عاجبني الحال اللي انت بقيت فيه، انت واحد جبت لي فلوس كتير جدا زمان وكسبتني، علشان كده انا اقدر اساعدك، هجيب لك زنزانه احسن من اللي انت فيها، وكمان هشغلك في مكتبه السجن. بس المفاجاه ان بويكا بيرفض العرض بتاعه وبيقول له انا مستريح في مكاني، بس لو انت بجد عاوز تساعدني دخلني البطوله. فيتريق عليه جاجا ويقول له هو انت فاكر بجد انك تقدر تهزم زايكوف بركبه واحده؟ وحتى لو قدرت تهزم زايكوف ازاي هتقاتل بعد كده اقوى اللاعبين في العالم؟ انت لو عملت كده هتكون بتنتحر. وفعليا جاجا بيرفض الطلب وبيمشي، وبيروح بعد كده جاجا علشان يتفرج على المباراه بتاعه زايكوف وهو بيقاتل، ولكن بيشوف ان بويكا كمان واقف بيتفرج على المباراه. ووقتها بيرجع بويكا للاوضه بتاعته ويتدرب اكتر واكتر، وبيمسك الموس ويحلق شعره وينظف نفسه من تاني ويرجع زي ما كان. وفي الليله دي بنلاقي ان المذيع بيتكلم ويقول دي هي الجوله الاخيره في المسابقه الرئيسيه، والفائز في الجوله دي هو اللي هيكون له الحق انه يشارك في المباراه النهائيه اللي بعد كده واللي هتكون عالميه علشان ياخد براءه ويطلع من السجن. وتبدا المباراه بين زايكوف واللي كان ماسك واحد عمال بيطحن فيه كالعاده، وكل شويه يرفعه لفوق ويرميه على الارض. وطبعا زايكوف مش بيسيب الخصم اللي قدامه الا لما يخضع عليه تماما ويخلص عليه، ولحد ما فعليا بيفوز. بس في الوقت اللي كان بيحتفل فيه بالانتصار بتاعه كب عليه واحد جرد الميه من الجماهير، والكل استغرب لان اللي حدف الميه كان هو نفسه بويكا اللي راجع لشكله الطبيعي وواقف قدام زايكوف بيتحداه. ولكن زايكوف بيتريق عليه. وقتها الحراس بيجوا عشان ياخدوا بويكا، ولكن بويكا بيقعد يزعق ويقول لهم ان هو عاوز يقاتل. فبيقول جاجا للحراس سيبوه عشان يدخل يحارب زايكوف. وبعدين بيقول جاجا لماركوف ان لو هتكون دي اخر مباراه لبويكا فيموت وهو عنده كرامه. بس الموضوع كان مختلف خالص عن اللي هو كان متوقعه، علشان بويكا استلم زايكوف طحن، فضل يضرب فيه مره ورا التانيه لحد ما فعليا خلص عليه وفازوا قدام الكل على زايكوف البطل بتاعهم. وبكده بويكا رجع الثقه بتاعته من تاني لعند ماركوف وكمان جاجا، والناس كلها بدات تشجعه باعلى صوت ويندهوا باسم بويكا. ولكن لما بيرجع لاوضته من تاني بتكون ركبته المكسوره بتوجعه جامد، لان هو اصلا كان رابطها علشان ما يحسش بالالم. وتاني يوم بياخدوا بويكا في عربيه ترحيل كبيره علشان ينقلوه لمكان المسابقه العالميه، فبينقلوه لعربيه تانيه كمان لحد ما تعدي به لحدود جورجيا ويودوه لسجن اسمه جوردن. وفي نفس الوقت بنلاقي ان كل العملاء والمستثمرين اللي هيحضروا المباراه وصلوا للفندق. اما بويكا فبيوصل للسجن ويلاقي ان المساجين اللي هيشاركوا في المسابقه موجودين قدامه، وكل مسجون منهم جاي من سجن تاني هو البطل فيه. اما جاجا فبيقابل اصحابه اللي كل واحد منهم جايب لاعب يشارك بيه في المسابقه، ومنهم واحد اسمه جو. فجو بيسال جاجا عن مدى ثقته باللاعب بتاعه اللي مخليه يشارك في البطوله، فيقول له ان ثقته ضعيفه فيه. فيرد عليه جو يقول له ده كده احسن على فكره، علشان المقاتل بتاعي ده اقوى واحد فيهم هو تيربو. وفي السجن بنلاقي المدير موقف كل المساجين اللي هيشاركوا في المسابقه قدامه وبيرحب بيهم، ولكن المفاجاه بيدخل عليهم واحد مسجون تاني متكبر شويه ومش بيرضى يقف معاهم في الصف. فبيطلب منهم مدير السجن ان كل واحد يعرف نفسه، فيعرفوا نفسهم واحد واحد. ركز معايا، تشاي من كوريا، واندرو من كرواتيا، اما بيتروس من اليونان، وجون من فرنسا، وبيكا طبعا من روسيا زي ما احنا عارفين، ورودريجو من البرازيل. اما تيربو فهو من امريكا، والاخير المتكبر هو راؤول من كولومبيا. فيقول لهم مدير السجن خلي بالكم هنا مفيش حد احسن من التاني، كلكم زي بعض. بس لما يجي يمشي تيربو بيشتمه، فبيرجع له ويساله عن اللي قاله، ولكن تيربو مش بيخاف منه وبيكرر كلامه من تاني. فالمدير بيهدده ويقول له ان هو لو فضل يتكلم بنفس الاسلوب ده معاه هتكون نهايته. وبعدها تنزل عصايه تجيبه الارض من الحراس، وبياخدوهم بعد كده علشان يوروا كل واحد منهم زنزانته، ولكن كلهم بيقفوا قدام الحلبه اللي بيوضبوها. وبعدها كل واحد بيروح لزنزانته ويقضي الليله. وتاني يوم الصبح العساكر بيخبطوا على كل المساجين عشان يصحوهم من النوم ويبداوا يومهم. وفعليا بيصحوا كل المساجين ويتجمعوا عند المدير، واللي بيقول لهم كل واحد منكم ليه ساعه يتدرب فيها، بس دلوقتي لازم تشموا شويه هوا وكمان تعملوا رياضه حره. وتاخدهم عربيه الترحيلات على منطقه المحاجر عشان يكسروا الاحجار، ويبقى ده هو اللي كان بيقصده مدير السجن علشان يعلمهم الادب في المكان بتاعه. وفي المحاجر بيدخلوا يكسروا الاحجار، ولكن برضه تيربو بيعمل شويه مشاكل
مشاكل ويقول لهم ان انا ملاكم مش زي بقيه المساجين. فلما بيلاقي بويكا بيبصله بيبدا يجر شكل معاه، ولكن العساكر بيوقفوهم. والغريبه انهم بيلاقوا راؤول قاعد في الظل فوق مع نفسه وبيقرا في المجله وسايبهم، فبيتغاظوا اشمعنى ده هو قاعد لوحده في الروقان وسايبنا هنا. ولما يرجعوا من المحاجر المدير بيقول لهم قدامهم ساعه للي عايز يتدرب علشان بكره. فيدخل بويكا يتدرب شويه وبعدها تيربو بيوصل هو كمان، وطبعا بيقعد يستفز شويه بالكلام، ولكن بويكا ما يرضاش يرد عليه وبيكمل التدريب زي ما هو. وبيظهر ان راؤول حاله خاصه ليه مكانه خاصه عند المدير بتاع السجن، علشان كده بيديله حقن المقويات والمنشطات لحد عنده في الزنزانه. وفي الوقت اللي بيكونوا كل المتسابقين عمالين بيتدربوا في الجيم الصغير بتاعهم ده، كان مدير السجن بيجيب للتاني شويه مساجين يتدرب عليهم. ويظهر ان الحقنه اللي بيديها له مفعولها جامد بجد، علشان عمال بيطحن في كل المساجين ويوقعهم واحد ورا التاني. وتاني يوم بتبدا التحضيرات والتجهيزات للمباراه والمزاد، وتبدا الجوله الاولى بين رودييجو وكمان بيتروس. وواضح كده ان رودييجو مهارته القتاليه اعلى وخفيف كده في حركاته، برازيلي يعني، علشان كده ما بيقدرش بيتروس ان هو يضربه، ولكن رودييجو بيقدر ان هو يضربه بقوه جامده ويوقعه على الارض، ويفضل يضرب فيه جامد لحد ما يصفي دمه على الحلبه. وبيجي الحكم يحوشه عنه ويطلع الدكتور بسرعه عشان يعالج بيتروس اللي اتدمر، وتنتهي المباراه بفوز رودييجو. والمباراه الثانيه هتكون بين تيربو وكمان اندرو، بس الواضح ان اسلوب تيربو في الدفاع عن النفس اكتر ولكن بقوه، بحيث ان هو بيقدر يعكس الضربه لصاحبها، وده اللي كان بيعمله مع اندرو. فكان بيضربه بقوه ومش مخليه ان هو يضربه ولا مره، وكان عمال بيتفاداه وضربه من هنا على ضربه من هنا لحد ما يتكوم الخصم قدامه على الارض وبيفوز عليه تيربو. اما في الجوله الثالثه هتكون بين بويكا وقدامه جون بتاع فرنسا، وبالرغم من ان بويكا ركبته كانت مكسوره الا ان هو مرضاش يربطها وهيقاتل بيها كده، وفعليا دخل بيها القتال وكان مركز كل قوته على رجله وبيضرب بيها ولا كانها مكسوره. لا وكمان بيقدر ان هو يضربه ويطيره في الهواء لحد ما يحدفه على الارض، وبعدها بينط بويكا ويضرب جون برجله الاتنين مره واحده، ووقتها بيقع جون لبره من غير ما يتحرك. وبكده الحكم بيعلن فوز بويكا في الماتش ده. فيفرح جاجا جامد علشان كان فاقد الامل في بويكا. وتبدا المباراه اللي بعدها اللي بين راؤول والصيني. وقتها واحد بيقول لجاجا ان راؤول ده يسموه الالم لان هو بيسبب الالم للي بيحاربهم، وان هو كان بيشتغل في الشرطه بس اتقبض عليه علشان عمليه تهريب. وبدات الجوله، وطبعا الشي بيستخدم اسلوب الكاراتيه في القتال، ولكن ما فيش ولا ضربه جت في راؤول وبيقدر ان هو يتفاداها كلها. وبالنسبه للضربات اللي كان بياخدها ولا بتاثر فيه، لا ده بيخزنها له. فيبص له الجمهور وياخد التحيه منهم وكانه بيتجاهل الشي خالص. وفجاه بيقرر يشارك في المباراه اخيرا، وبركله واحده منه ضرب وش تشي وخلاه كله دم، وضربه في الثانيه يبقى الشي مش قادر يتحرك. وبعدين بيحاول يخنقه وبيمسكه ويحدفه على الارض، ولما امن تاني يتفاجئ برجل راؤول نازله عليه. وفي الاخر بتخلص المباراه، وطبعا اللي بيفوز في الاخر هو راؤول. وبكده تخلص مباريات النهارده، والخسرانين دول بيروحوا للاوضه علشان يتعالجوا. فيدخل عندهم مدير السجن ويقول لهم ان هو هيرجعهم للسجون بتاعتهم من تاني علشان يكملوا سجنهم، ولكن المفاجاه انهم مش بيرجعوا للسجون ولا حاجه، دول بيتحطوا في مكان وينضرب عليهم نار علشان يقتلوهم كلهم وبعدها يحطوهم في الفرن. وبكده يكون مات 4 واتفضل 4. وتاني يوم المقاتلين بيروحوا برضه يشموا شويه هوا بالشغل بتاعهم، وتيربو بيشتغل جنب بويكا وكمان مربوط معاه، وكالعاده بيفضل يغلس على بويكا وبيحاول يستفزه علشان بعدها يسلم عليه ويديه في وشه. فيمسكوا في بعض هما الاتنين ويبداوا القتال، والحراس عمالين بيتفرجوا، وبويكا شغال برجليه الاتنين ضرب في تيربو، وبيقدر ان هو يقلبه على راسه ويوقعه على الارض، وبيفضل يضرب فيه لوكاميه ورا التانيه من غير ما يديله فرصه يدافع عن نفسه. ووقتها العساكر بيتدخلوا هنا ويبعدوهم عن بعض، وبيتحبسوا هما الاتنين في زنزانات ضيقه جامد علشان يتعلموا الادب. فبيحاول تيربو ان هو يتكلم مع بويكا علشان حاسس بالخوف، ولكن بويكا مش بيتكلم معاه كتير، يا دوب كلمه او اتنين ويفضل ساكت علشان رجله بتوجعه، وحتى ما يرضاش يقول له على اسمه لما يساله عنه. ويقضوا النهار كله في الزنزانه دي لحد ما يجي ليهم المديرين بتوعهم علشان يزوروهم. فجاجا بيروح يقابل بويكا علشان يطمن عليه، وجو بيروح يقابل تيربو، لكن بويكا بيقول له ان هو خدعه ومكلف مدير السجن يعاملهم وحش وبيتعبهم في المحاجر. فيتعصب جاجا وكمان جو لما يعرفوا اللي بيحصل في المساجين بتوعهم، وبيروحوا لعند مدير السجن علشان يتخانقوا معاه ويعرفوا ايه اللي بيحصل ده. وهناك بيقابلوا رايزو اللي مسؤول عن المسابقه كلها، فبيسالوه ليه بيعمل كده في المتسابقين بتوعهم، فبيقول لهم علشان يضعفهم ويخليهم يخسروا. فيستغربوا من الرد ويزعقوا علشان دافعين فلوس كتيره جامد فيهم، بس هو بيعمل معاهم اتفاق ان هم يسحبوا كل الفلوس اللي راهنوا بيها على المتسابقين بتوعهم ويجمعوا فلوس اكتر ويراهنوا بيها على راؤول، لان هو الوحيد اللي هيكسب في المباراه. وخلي بالكوا وقتها هتكسبوا فلوس زي الرز. كده كده كل المتسابقين هيموتوا في الاخر ما عدا راؤول،
بس جو وجاجا بيسالوه عن ثقته في راؤول فيأكد لهم ان هو الوحيد اللي هيكسب، فيتفقوا كلهم ان هم يحطوا الرهان بتاعهم على راؤول ويخونوا المتسابقين بتوعهم. وتاني يوم في المحاجر بيروح بويكا وتيربو عشان يشتغلوا عادي، ولكن يظهر ان هو بالرغم انهم عايزين يطحنوا بعض من الضرب ولكن بدأوا يتفاهموا مع بعض هما الاتنين، واتفقوا ان هما يسيبوا القتال للحلبة وبره الحلبة يمشوا امورهم مع بعض. ولكن بيستغرب تيربو لما مش بيلاقي راؤول قاعد في مكانه تحت الشمسية، لان في الوقت ده بيكون راؤول بياخد حقنة المقويات بتاعته واللي بياخدها كل مرة علشان تهديه من الادمان بتاعه وتديه القوة الجامدة. ويبدأ الكلام يزيد بين تيربو وكمان بويكا ويقربوا من بعض اكتر. وتاني يوم في المحاجر تيربو بيقول لبويكا انا حاسس ان المسابقة دي مزيفة، خلي بالك، لان راؤول طول الوقت عايش في الطراوة كده مع نفسه ومستريح على الاخر، انما احنا شغالين في المحاجر وبيطلع عنا، فلازم تكون اللجنة بتاعة المسابقة بيخططوا لحاجة مش مظبوطة. ولكن بويكا بيرد عليه ويقول له ان هو لو حتى الموضوع كده فهو جاي هنا علشان يفوزوا بس. وبعد يوم طويل من الشغل والتعب بيرجعوا على السجن بتاعهم، ولكن بويكا بيطلب يرجع يتمرن من تاني، فتيربو بيقرر يعمل زيه على الرغم ان هما مش قادرين يقفوا على رجليهم ويفضلوا هما الاتنين يتدربوا مع بعض، وواضح ان هما اقوياء جدا. بس المشكلة ان مدير السجن بيشوفهم وهما بيتدربوا فبيحس ان خطته مع رايزو في خطر. وفي الوقت ده بيكون جو وجاجا بيصفوا كل حساباتهم في البنوك علشان يراهنوا بيها على راؤول. وتاني يوم تيربو وبويكا لسه داخلين لقاعة الفطار عشان يفطروا، بس العساكر بيوقفوهم ويقولوا لهم ان وقت الفطار خلص ويروحوا على الشغل دلوقتي هما الاتنين. وتيربو بيتعصب جامد ده وهما راكبين العربية ورايحين للمحاجر، ولكن بويكا محافظ على هدوء اعصابه خالص وبيقول له انهم ممكن يبصوا للموضوع من وجهتين نظر، ممكن يشوفوا ان المحاجر دي اسلوب تعذيب او ممكن يعتبروها ان هي صالة تمرين وفيها حمل زيادة. فعليا تيربو وبويكا لما بيروحوا للمحاجر في اليوم ده بيشتغلوا بقوة، وفي النص بيعملوا تمرينات ضغط وبيلعبوا بالاحجار كانها احمال اثقال. ولكن تيربو بيلاحظ ان ركبة بويكا بتوجعه، فلما يسأله بينكر انها بتوجعه اصلا، وواضح ان هو مش عاوز يبين ضعفه ابدا قدام اي حد. فتيربو بياخد زهور من الارض وبيديها له ويقول له اعصرها وحطها على رجلك هتخف شوية. فبويكا بيستغرب، ولكن تيربو بيقول له ان هو يعرف معلومات كتير تخليه يتكيف على اي وضع. وبعد كده بيقعدوا ياكلوا هما الاتنين، وبويكا يسأله عن الوشم اللي هو عامله على جسمه فيرد عليه ويقول له انهم اطفاله لان هو عنده ولد وبنت وجاي يكسب المسابقة علشانهم ويخرج. فيرد عليه بويكا ان هو عاوز يخرج من السجن علشان يكمل مسيرته في الملاكمة ويبقى بطل العالم. والليلة دي بتكون معاد الجولة التانية من المسابقة ويفضل كده جولتين بس، وجولة الليلة هتكون بين بويكا والبرازيلي رودريجو. في نفس الوقت كان بويكا بيعمل زي ما تيربو قال له بالزهور اللي هو اخدها عشان يدهن بيها ركبته، وفعليا بيحس بتحسن كبير جامد. فبيتجمعوا الناس علشان يتفرجوا على المباراة ويحطوا الرهانات بتاعتهم، وتبدأ الجولة وبيعلن الحكم عن دخول بويكا ورودريجو للحلبة، واللي كان بيقاتل برجليه زي بويكا بالظبط. ولكن بيظهر ان ركبة بويكا اتحسنت جامد علشان بقى بيتحرك عليها بشكل اسرع واخف. فيحاول رودريجو ان هو يكسر له ايده، ولكن بويكا بيلف لفة كاملة ويعدل له نفسه، والتاني بيضرب لكميات قوية جامد بايده، بس بويكا بيتفاداها كلها ويضربه برجله من تحت. واضح كده ان بويكا قوي جدا لان هو بيقدر يسيطر على رودريجو ويحاول يخنقه. وفعليا التاني بيستسلم ويبعد عنه وتنتهي المباراة بفوز بويكا. وده بيقوم رايح لعند الخصم ويوقفه ويقول له كانت مباراة جامدة. وفعليا بيقوم رودريجو ويشكره ويقول له ان هو لعب كويس وبيتمنى ليه التوفيق في المسابقة. وبيفرح جاجا علشان بويكا بيفوز مع ان هو مراهن على راؤول في الموضوع. المشكلة ان رودريجو مش بيرجع للسجن بتاعه، لا بيحصل له زي اللي قبله بالظبط، بيتقتل علشان يتحط في الفرن. وبعد اللي حصل ده رايزو بدأ يحس بالقلق من بويكا، فبيروح لعند مدير السجن علشان يشوف له حل مع بويكا وكمان تيربو اللي باين عليهم انهم اقوياء جامد. فبيوعدوا مدير السجن ان هو هيتصرف في الموضوع ده، وفعليا بياخد تيربو في زنزانة لوحده وبيخلي الضباط يتجمعوا حواليه ويكسروا عظمه، وبعدها بيرجعوه على زنزانته من تاني. والصبح بويكا بيروح عشان يفطر، بس بيستغرب علشان مش بيلاقي تيربو. ولما يرجع لزنزانته من تاني بيسمع صوت تيربو اللي كان بيناديه، وبيشوفه بويكا وهو مش قادر يتحرك من على السرير وكمان متكسر قدامه مغرقه. فبيفهم اللي بيحاولوا يعملوه في السجن، ولكن تيربو بيقول له ان هو ما يهتمش بحد ويركز على الماتش بتاعه خلاص. فبيروح يتمرن ويتدرب، وفجأة بيدخل عليه راؤول ويقعد يتريق عليه، ولكن بويكا مش مهتم وبارد جدا في التصرف. فيروح كل واحد فيهم يتدرب كويس، وبويكا بيطلع كل اللي عنده في التمرينات. ولكن الغريب ان راؤول وهو بيتمرن كده بتحس انه بيتحرك بسرعة رهيبة مش طبيعية يعني، وطبعا علشان بياخد منشطات. اما في تاني يوم لما بويكا بيخرج من زنزانته علشان يطمن على تيربو مش بيلاقيه في السرير، فيدور عليه لحد ما يلاقيه بيتمرن مع انه مش قادر يقف على رجليه. وبعد كده بياخدوهم علشان يودوهم للمحاجر
ويشتغلوا. وقتها بويكا بيسأل تيربو اذا كان يعرف طريق الهروب من الغابة، فيستغرب تيربو من سؤاله، ولكن بويكا بيشرح له ان هم عاملين خطة عليهم علشان مش هيفوزوا غير راؤول، فلازم يهرب الليلة عشان يرجع لعياله. بس تيربو بيرفض علشان هو مش جبان وهيواجه راؤول الليلة وينتصر عليه، ولو ما انتصرش هيرجع للسجن بتاعه زي ما كان ويستعد للمرة الجاية. وقتها واحد من المساجين بيكون بيسمع كلامهم ويقول لتيربو خلي بالك مفيش اي حد من اللي خسروا راجع لسجنه من تاني، كلهم بيتقتلوا. وقتها بويكا بيقول له خلي بالك دي الفرصة الوحيدة، انا هكسر الجنزير دلوقتي علشان تهرب بسرعة. بس تيربو بيكون قلقان من اللي هيحصل لبويكا، بس هو بيطمنه انهم مش هيأذوها علشان عايزين يعملوا المباراة الجاية. وفعليا بويكا بيكسر الجنزير، ولكن بيشوفوا الضباط وبيجروا علشان يلحقوهم. بس هنا بويكا وتيربو بيحاربوا العساكر ويضربوهم، ولما يتجمعوا على تيربو بيضربوه ويسقط على الارض، ولكن بويكا بيروح وينقذه ويفضل يضربه في العساكر، والمساجين كلهم فرحانين ويسقفوا. وبياخد بويكا المفتاح من الضباط ويفك سلسلة تيربو ويخليه يهرب بسرعة من المكان. ولما بيشوف واحد من العساكر بينشن على تيربو عشان يقتله، بيحدف عليه طوبة ويوقعه على الارض ويتأكد ان تيربو هرب. ولما يجي بويكا يلف بيلاقي واحد في وشه ويديه يجيبه على الارض، وبعد كده بيفوق ويلاقي نفسه موجود في زنزانة متكتف، وحواليه واقف مدير السجن وكمان رايزو، وبيقولوا ان هم هيعاقبوه لان هو هرب تيربو. فبيطلب منهم انه يقابل جاجا، لكنهم بيقولوا له ان حصل تبديل في الخطة وجاجا ما بقاش مهتم بيك. بس فجأة بيظهر جاجا من وراه ويعتذر لبويكا لان هو عارف انه مش هيقدر يهزم راؤول بركبته المكسورة. فيتعصب بويكا ويقول له انا هدفعكم الثمن كلكم. وبالليل بيقرب ميعاد المباراة الأخيرة في المسابقة، وكل الناس بتحط الرهانات بتاعتها ويتجمعوا علشان يتفرجوا. وتبدأ اللحظة الحماسية وبيعلن الحكم بداية المباراة بين بويكا وكمان راؤول. وأول ما بيبدأ القتال بويكا بيقرب من راؤول وبيحاول إنه يضربه بإيده ورجله، ولكن راؤول بيتفادى كل الضربات وبيفاجئه بضربة سريعة جدا في الوش. وبالرغم إن ضربات بويكا قوية جدا ومباشرة، بس ضربات راؤول سريعة وبتيجي من أي اتجاه، وبيطحنوا بعض من الضرب هما الاتنين. وكان واضح إن قوتهم زي بعضها تقريبا على نفس المستوى يعني، وبيقدر كل واحد فيهم ان هو يضرب التاني وكأنهم بيرفضوا يستسلموا. وبويكا بيستخدم طريقته المعهودة في الضرب بركبته، ولكن راؤول بيفاجئه بلوكمية قوية تحدفه البعيد وتخليه يفقد التوازن. بس بيرجع بقوة لما بيلاقي جاجا بيبص عليه وبيضحك. وبالرغم ان هو يقدر يسدد كام ضربة قوية لراؤول، لكن للأسف راؤول بيقدر يمسك ركبة بويكا المكسورة وكمان يضغط عليها اكتر ويعذبه. وبيقدر بويكا ان هو يبعد عنه ويقوم من تاني، بس مش بيقدر ان هو يقف على رجله المكسورة. ووقتها بيستغل راؤول النقطة دي ويفضل يضربه على رجله المكسورة، والوضع اللي فيه بويكا مخليه مش قادر يصد اي ضربة من ضربات راؤول السريعة. علشان كده راؤول بيقدر يوجه ليه الضربة ورا التانية من غير ما يقدر بويكا ان هو يردها له. وهوب راؤول بيدي ضربة جامدة لبويكا يطلعه بره الحلبة كلها. ووقتها بيصرخ الجمهور باسم راؤول، والحكم بيعدل بويكا اللي مرمي على الارض مش بيتحرك، ولكن بيرفع راسه ويبص على الممسحة اللي قدامه، وبيفتكر لما كان موجود في السجن وبينظف الارضيات وان هو لو خسر هيرجع من تاني للسجن يا اما يتقتل. فيروح يقوم لعند الممسحة وياخدها يلفها على رجله ويرجع للحلبة من تاني ويسقف له راؤول وكأنه بيتريق عليه. ولكن بويكا بيديه مفاجأة، ضربة جامدة تخليه يتأكد ان هو مش بيهزر. وفجأة الجمهور بدأ يشجع بويكا وكلهم بيندهوا باسمه. يمكن ده هو اللي خلى بويكا اقوى بكتير من الاول وخلاه يوقع راؤول على الارض وينزل ضرب فيه من غير اي رحمة، وكأنه بيخلص القديم والجديد وينتقم من كل اللي عمله فيه. واسمه بويكا بدأ يعلى اكتر واكتر في المكان، والمسؤولين والناس بدأت تقلق على فلوسها. ولما بيقوم راؤول وبيحاول ان هو يواجهه من تاني، بويكا بيديله كذا ضربة ورا بعضها. وقتها بيحاول راؤول انه يضرب بويكا في ركبته المكسورة، ولكن المفاجأة انه بويكا بيقدر بركبته المكسورة ان هو يسود ضربة راؤول وكمان يكسر رجله، وده بيسقط على الارض وهو بيصرخ من كتر الألم. وبتنتهي المباراة بفوز بويكا، وبيصرخ المسؤولين على كل فلوسهم اللي خسروها. هنا بيتغاظ جاجا ويقول لرايزو ان هو خسر 5 مليون دولار علشان وثق في كلامه، ولكن الحراس بيبعدوهم عن بعض. وبيروح جولا عند مدير السجن علشان يقتله لان هو خسر فلوسه كلها. ولما بيلاقي رايزو داخل الأوضة بيقتله هو والحارس بتاعه، ولكن بيتفاجئ برصاصة تموته من مدير السجن. وبعد كده بيروح مدير السجن على بويكا ويبارك له على الفوز، ولكن بويكا بيقول له ان هو مش عايز اي حاجة غير ان هو يخرج من السجن ده. بس المفاجأة ان مدير السجن بيقول له ان الاتفاق كان ان واحد بس هو اللي يخرج من السجن، وبما ان تيربو هو اللي هرب وخرج ده علشان انت اللي ساعدته، فبكده انت مش هتخرج من السجن وهترجع من تاني لسجنك. وطبعا بويكا فاهم مدير السجن يقصد ايه، فبيوافق ان هو يروح معاهم لان هو مش عايز يرجع للسجن من تاني.
هو يموت اهون له. وفعليا بياخدوه في العربيه ويوقفوه في طريق مقطوع عشان يقتلوه، وفي الوقت ده بيقول له ان هو مقاتل قوي جدا وده خطر عليهم كلهم علشان كده هيقتلوه، وبويكا مستسلم للوضع. ولكن فجاه رصاصه جت في راس مدير السجن وتموته. وهنا ظهر تيربو وكان موجود معاه مسدس وخلص على كل العساكر اللي كانوا موجودين حوالين بويكا، وبيفوق الكلبشات بتاعته وبياخدوه ويهربوا. والاغرب من ده كله ان هو يوديه لعند عربيه كانت مستنياه، والمفاجاه الاكبر انها كانت بتاعه جاجا اللي كان مستنيه. وبيركبوا العربيه وبويكا مش طايق جاجا خالص ومش عاوز ان هو يبص له حتى. لكن اللطيف بقى ان جاجا بيدي بويكا شنطه مليانه فلوس ويقول له انه راهن عليه من الاول علشان كان متاكد ان هو اللي هيكسب سواء بركبه سليمه او حتى مكسوره. وكمان بيقول له ان هو دلوقتي بقى حر ويقدر يعمل اللي هو عايزه، ويعرف من تيربو ان هو هيروح مع جاجا ويشتغل لحسابه. انما بويكا بيقرر انه ينزل من العربيه مع الفلوس بتاعته الجديده علشان ينزل ويحقق احلامه. وفعليا بيروح وراه تيربو علشان يشكره ويسلم عليه، وبيرجع من تاني يركب العربيه مع جاجا ويمشي بويكا في الطريق وهو عمال بيضحك من كل اللي حصل ده. ورجعت له الحريه من تاني. دي هي كانت نهايه الجزء الثالث، استنوا الجزء الرابع. وبس كده. بعد اللي حصل في الجزء اللي فات وخروج بويكا من السجن، بدأ الجزء الرابع في اوكرانيا جوه حلبة قتال تحت الارض. وبنلاقي ان هو موجود في المكان ده ولسه زي ما هو من 10 سنين، بيدخل مباراة ورا التانية ومسابقات مع اقوى المقاتلين ومفيش معركة بيخسرها، لكن لسه ملقاش التحدي اللي بيدور عليه، القتال اللي يرضي مهارته القتالية الجامدة. وفي اول الفيلم بنلاقيه ان هو ماسك الخصم بيطحنه من الضرب وبيستخدم كل مهارته اللي موجودة في ايده ورجله، وكل اللي بيراهنوا عليه بيكسبوا الرهان كالعادة لان هو دايما بيكسب كل المباراة بسهولة. اما في سجن شورنيا واللي كان موجود فيها قبل كده بيعملوا الرهانات والمزادات على المباريات القتاليه بين السجون، ولكن بيظهر انهم بعد بويكا جابوا وحش ادمي علشان يكون البطل الجديد، وبيجيبوا له مقاتلين من اقوى السجون في العالم. ولكن واضح ان الوحش الادمي ده خطير جامد، علشان كده مركبين حواليه سلاسل وكمان مكلبشينه حتى على بقه زي الكلاب. ولكن لما بيجي ميعاد المباراه والكل بيتجمع حوالين الحلبه بيفكوا له السلاسل ويدخلوه للمباراه دي بين الجماهير اللي عمالين بيشجعوا. وكان واضح جدا طبعا الفرق بين الاتنين، علشان الخصم اللي كان موجود قدامه كان اي نعم بيضرب شويه بس بينطحن، والوحش بيقدر ان هو يمسكه وكمان يرفعه فوق علشان يرميه على الارض ويكسر جمجمته من كتر الضرب اللي اداهوله. لا وما اكتفاش بكده، لا ده فضل يضرب فيه لحد ما خلص عليه ومات. وبعد ما خلص القتال بنرجع من تاني لعند بويكا واللي بيتبرع دايما للكنيسه دي وحاجات هو بيجيبها زي ما اتعود كل مره ان هو يكفر عن القتالات اللي بيعملها في المباريات. ولكن المره دي القس بيسلم عليه ويشكره على الهبات اللي هو عمال بيديها للكنيسه، ده غير ان هو عمال بيتبرع كتير. بس يكمل كلامه ويقول له على فكره الحاجات اللي انت بتعملها دي مش بترضي ربنا، علشان العنف اللي هو بيعمله في القتال بيأذي البشر. بس بويكا بيقول له ان الموهبه دي من عند ربنا هو اللي اداها له، وهيبقى كفر بالنعمه دي لو ما استغلهاش. وعلى الرغم ان بويكا مؤمن بالموهبه اللي هي عنده، ولكن تدينه بيمنعه من اذيه البشر، فبيرجع للحلبه علشان يتمرن من تاني. وفجاه كيرل مدير اعماله بيجي ينده عليه ويقول له وهو فرحان اخيرا لقيت القتال اللي انت كنت بتدور عليه، المره دي مقاتل محترف وجامد جدا، واللي يفوز منكم هيروح للبطوله الاوروبيه وهتتشهر فيها وكله هيعرفك. علشان كده كيرل كلم كل المسؤولين عن المباراه دي علشان يحضروا، ووقتها يشوفوا مهارته ويخلوه ان هو يشترك معاهم في المسابقه الكبيره الاوروبيه. فطبعا بيفرح بويكا ويقرر ان في المباراه الليله هيطلع كل مهارته، حتى ان هو مرضاش يسمع كل التحذيرات بتاعه كيرل عن المنافس اللي هيكون قدامه الليله، لان هو مصمم انه يفوز ويروح المسابقه. وده بعدها يدخل للحلبه قدام الجماهير اللي كانوا عمالين بيشجعوه جامد، وفي نفس الوقت بيروح كيرل يسلم على المسؤولين بتوع المسابقه، وبتبدا المباراه وهما الاتنين متحفزين جامد ومش مستنيين حتى التعليمات بتاعه الحكم علشان يبداوا، وعلى طول بيمسكوا في بعض هما الاتنين، وكانت قوتهم تقريبا كده يعني متساويه. ولكن بيفضل اسلوب بويكا في القتال هو الاقوى والاجمل، لانه بالرغم من قوه المنافس اللي موجود قدامه الا ان هو بيقدر يستخدم ايده وركبته، واللي واضح ان الاصابه بتاعتها اختفت، لحد ما يديه برجليه الاتنين ويوقعها على الارض. بس بعدها بيقوم الخصم بسرعه عشان يكمل القتال، فبيستخدم ايده في ان هو يضرب بويكا في اماكن متفرقه من جسمه، ولكن بويكا بيرد عليه الضربات المتتاليه وفي اماكن تانية برضه من جسمه علشان يخليه يسقط على الارض. وقتها الجمهور كله بيسقف ويشجع بويكا، والخبراء مبسوطين جدا لان واضح ان هم اخدوا قرارهم خلاص. ولكن بيقوم المنافس مره تانية وكانه بيرفض الهزيمه، بس ما يلحقش يقوم لان بويكا يفاجئه بضربتين ورا بعض بيوقعه على الارض من تاني. ولما يحاول يقوم
بيقوم بصعوبة. بويكا بينصحه ويقول له خليك على الارض، ولكن واضح ان هو مش بيحب النصيحة وقام من تاني علشان يواجه بويكا، واللي لفله وهو متعصب وخلص عليه علشان ما يقومش من تاني. ويفوز بويكا في المباراة، وبتتجمع الناس كلها حوالينه عشان عاوزين يتصوروا معاه، وبعد كده يرجع على اوضته من تاني. وفعليا بيجيله الخبراء ويهنوه على مهارته وقوته الجامدة، ويطلبوا منه ان هو يستعد للبطولة الأوروبية واللي هتبدأ كمان اسبوعين من دلوقتي، علشان لما يكسب هيدخل في الاتحاد الكبير ويكون عنده فرصة يكون بطل عالمي. فبيفرح بويكا ويوافق على عرضهم، وبعدها بيجيله كيرل ويبارك له على الفوز وبيديله مكافئته المالية من المباراة، فبياخدها بويكا ويستعد علشان يروح. ولكن المشكلة لما جاي يمشي بيشوف الخصم اللي كان موجود قدامه اخدوا له اسعاف، فيتخض ويسألهم هو ايه اللي حصل له، ويعرف ان حالته خطيرة جدا وان الضرب اللي هو اخده منه عمل له ارتجاج في المخ. وقتها بويكا بيحس بذنب رهيب جدا ويفتكر كلام القص بتاعه، ولما بيروح لبيته وينام بيحلم بكوابيس. وتاني يوم الصبح بيروح جاري على مكتب كيرل ويسأله هو ايه اللي حصل للخصم، فيرد عليه ويقول له ان هو خلاص مات، بس انت مالكش ذنب في اللي حصل علشان دي رياضة. بس يزعل بويكا ويسأله عن عيلة الراجل ده، فيقول له ان هو كان اسمه فيكتور وان هو من روسيا وكان ليه زوجة وابن كمان. فياخد الشنطة بتاعته ويدور فيها عن معلومات عنه، فبيلاقي صورة مراته مع جواب، فياخدهم وبيطلب من كيرل ان هو يضرب ليه جواز سفر مزيف. وطبعا كيرل بيحذره لان هو كده بيخاطر بمستقبله علشان ده مطلوب للعدالة في روسيا، ده لما كان هرب من السجن في الحلقة اللي فاتت، ولو رجع لهناك من تاني هيتقبض عليه وينسجن ويضيع مستقبله. ولكن واضح ان بويكا عاوز يروح لهناك بأي تمن. وفي العزا بتاع فيكتور في روسيا بنلاقي ان مراته واقفة بتاخد عزاه لحد ما يدخل للكنيسة راجل واضح ان هو مهم جدا وحواليه حراسة كتيرة كده، ولكن بيبص لمرات فيكتور بنظرة غريبة. وفعليا بعد ما خلص العزا بيقوم رايح لعندها ويسألها هتعملي ايه بعد ما جوزك مات، فترد عليه وتقول له هشتغل عندك ليل نهار علشان اسدد ديون جوزي. بس واضح ان هو عنده افكار تانية وبيقول لها على طريقة تانية تسدد بيها الديون. وفي الوقت ده بيكون بويكا اخد جواز السفر بتاعه من كيرل اللي كان بيحذره من تصرفاته في روسيا علشان ما يتقبضش عليه تاني هناك، وان هو يخلي باله ويبعد عن المواصلات العامة، والاحسن ان هو يركب الميكروباص ويسافر بيه من على الحدود، وكمان يتصرف بشكل طبيعي علشان محدش يشك فيه. وفعليا بيعدي من الكمين ويوصل لروسيا، وكمان حجز اوضه في فندق وينزل بعد كده علشان يروح لمرات فيكتور، فبيلاقيها بتشتغل في مركز تدريب اطفال، ويقف يوصلها من بعيد لبعيد وهي بتستغرب من نظراته لحد ما وصل رجاله الراجل الغريب وياخدوها معاهم. فيروح بويكا ويسأل واحد هي رايحه لفين، فيعرف ان هي شغاله في كازينو، وواضح بقى ان دي هي الطريقه اللي هتسد بيها الديون. ولما يروح بويكا لهناك فعليا بيلاقي ان في مباراه شغاله بين اتنين مقاتلين، واللي بيفوز واحد اسمه ايجار. بس بويكا مكبر دماغه ومش مهتم خالص علشان بيدور على مرات فيكتور، وفجاه بيلاقيها بتشتغل مضيفه وبتقدم مشاريب للناس، فبيروح يتكلم معاها ويقول لها ان هو جاي لها من طريق طويل علشان يكلمها، بس هي بترفض تتكلم معاه. وفجاه بيلاقي حراس الكازينو بياخدوه لبره، ولما يخرج معاهم بيقول لهم ان هو عاوز يتكلم معاها في موضوع، فيحاولوا انهم يضربوه بس على مين، نزل فيهم طحن لحد ما خلص عليهم كلهم لوحده. وفي الوقت ده كان مدير الكازينو اللي هو الراجل المهم بيراقب الموضوع كله من بره لبره، ولما شاف قوه بويكا الجامده في القتال ده جاي يسقف له ويعرفه بنفسه وبيقول له انا اسمي زورا وان ده هو الكازينو بتاعي، عايز تشتغل معايا؟ وطبعا بويكا مكبر دماغه ومش همه الموضوع، ويقول له انا عايز بس اتكلم مع المضيفه اللي جوه. فزورا بيقول له ان المضيفه دي اسمها الما وانها ملكه ومحدش يقدر يقرب منها ابدا، اوعك تحاول تكلمها لا هنا ولا بره، خلي بالك انا حذرتك، انا اللي بتحكم في المدينه دي كلها. فيمشي بويكا ويروح على بيته من تاني، وتاني يوم بيروح على المركز اللي كانت شغاله فيه ويلاقي ان الحارس بتاع زورا بيمنعه من الدخول، ولكن ده يسكته بضربه واحده. ولما وصل لعندها لقاها بتعلم الاطفال، فياخدها على جنب ويديها الجواب اللي كان مع فيكتور ويقول لها ان هو كان يعرفه، ويسالها كمان هو الراجل اللي اسمه زورا ده بيضايقك ليه، فترد عليه وتقول له ان جوزها فيكتور كان واخد قرض علشان يبني المركز اللي هم فيه ده عشان يعلم الاطفال، والقرض ده كان من زورا، بس بعد ما مات انا مضطر ان اشتغل عنده علشان اسد الدين ده. وكمان تساله هو ايه علاقته بجوزها وعرفه منين، فرد عليها وقال لها ان هو كان بيتقاتل معاه في اخر مباراه وقتله من غير ما يقصد والموضوع كان حادث، ويحاول ان هو يديها الفلوس اللي كسبها من المباراه، ولكن بتتعصب عليه وبتزعل جامد وبتقول له ان هي مش هتقبل منه اي فلوس وكمان تطلعه لبره، فيسيبها ويمشي. والواضح ان هو قرر يسد الدين باي طريقه. وبنروح بعد كده عند الكازينو بتاع زورا وبنلاقي ان هو بيشوف مقاتلين جداد بس مش عاجبه اي حد خالص ومش لاقي فيهم اي مقاتل جامد، وعمال يزعق مع المساعد بتاعه علشان مش عاجبه حد منهم. وده بيلاقي الحارس بتاعه مضروب ويتحدف على الارض، وبويكا دخل للكازينو في قوه وتحدي
عادي، ويروح زورا لعنده وتلمع عين زورا. اخيرا لقى المقاتل اللي هو بيدور عليه، فبيسأل بويكا اذا كان فكر في العرض بتاعه، فبويكا بيقول له ان هو موافق يشتغل عنده ولكن عنده شروط. هوافق بشرط انك تسيب ألما في حالها وما تاخدش منها اي فلوس. واتفقوا هما الاتنين على ان هو يتقاتل 3 مباريات، لازم ان هو يفوز، وفي اخر مباراة هيقاتل بطل الكازينو. وفعليا بيتم الاتفاق على شرط ان القتال ده هيكون بالقواعد اللي يحطها زورا. والمفاجأة ان زورا بيطلع عارف ان هو بويكا اللي هربان من السجن، وكمان بيقول له مش قلت لك البلد دي بتاعتي، انا اللي بتحكم في كل حاجة، اطمن محدش هيقدر ياخدك. وتاني يوم بيتكلم بويكا مع كيريل، واللي بيطلب منه ان هو يأجل السفر اسبوع كمان ولا حاجة، ولكن كيريل كان زعلان جامد ومتعصب علشان المنافسة بتاعت اوروبا كمان اسبوعين، ولازم ان هو يسافر يستعد. فيقول له ان هو صرف فلوس كتير عشان يعالج ركبته المكسورة ويرجعها زي زمان زي ما كانت. بس بويكا بيطنش كلامه ويروح عشان يستعد للمباريات اللي قدامه. بس لما بيخرج من بيته بيقابل ألما، واللي بتقول له ان هي مش عايزه ان هو يساعدها، فيقول لها على فكره انا بعمل كده علشان اكفر عن ذنوبي. وبيروح بعد كده علشان يتدرب في الجيم، ولكن بيضايقوه هناك علشان في واحد عمال بيستفزه ويقول له ما تتدربش هنا، بس بضربه واحده قدر يرقده على الارض. وبالليل بيجي ميعاد المباراه وبيتجمعوا الناس كلهم في الكازينو، وبيعلن الحكم عن دخول بويكا وقدامه المقاتل الشرس دارسو. وبتكون ألما في الصاله بتقدم المشروبات، وفي نفس الوقت بتشوف بويكا وطريقه قتاله، وبتبدا المباراه وبنشوف السرعه الرهيبه اللي باينه في اسلوب دارسو. ولكن برضه بويكا بيقدر ان هو يصد كل ضربه، وكمان بيخليه يجرب ضربتين كده من رجله، وضربه ورا التانيه يقدر بويكا ان هو يقلب دارسو على الارض. ولسه هيوجه ليه الضربه القاضيه، افتكر اللي حصل لما قتل فيكتور وقرر ان هو يسيبه، وكده كده هو فاز عليه. وتقوم رايحه ألما عنده علشان تديه كوبايه ميه، فيسالها لو تعرف مكان يتدرب فيه علشان المكان اللي هو فيه ناس بيضايقوه. فترد عليه وتقول له تقدر تيجي تتدرب في المكان اللي كان بيتدرب فيه فيكتور. وفعليا تاني يوم بويكا بيروح لهناك وبتوريه ألما مكان التدريب، وبيفضل يتدرب والاطفال يقعدوا يتفرجوا عليه. فلما تحاول تمشيهم بيقول لها لا اسيبيهم. وتاني يوم جه وقت المباراه التانيه، بويكا بيتفاجئ ان زورو حطه قدام 2 مش 1 علشان ده شغال بالقوانين بتاعته في المكان بتاعه. وتبدا المباراه، بس المشكله ان واحد منهم بيضرب بويكا من قدام والتاني من ورا، وبيحاولوا هما الاتنين ان هما يشتتوا التفكير بتاعه، ولكن هو بيضرب اللي قدامه بايده والتاني برجله، وبضربه يوقع واحد على الارض منهم لحد ما يضرب التاني ويوقعه. ولكن للاسف بيقدروا يضربوه جامد، علشان كده بويكا بيقرر ان هو يمسك واحد وبقى بيضرب ضربه هنا ولوكاميه هنا، وبيوزع الضربات بينهم بالتساوي. ولكن في الوقت ده بيخلص على واحد منهم وبيشيله ويحدفه على الارض، والتاني بيكون بكل قوته بيضرب بويكا برجله. والمشكله ان هو عمل له اصابه في ظهره، بس بويكا بيكمل بالعافيه وبكل غضبه بيديله ضربه ورا التانيه، وبيضرب التاني بكل قوته. وفي الوقت اللي بيدي واحد لوكاميه بيدي التاني ركله قويه لحد ما يوقعهم على الارض، وتنتهي المباراه بفوز بويكا على 2 متنافسين في نفس الوقت. وتاني يوم بنلاقي زورا بيعمل اتفاق مع واحد من الشرطه علشان يجيب الوحش الاعدامي اللي موجود في السجن عنده، وفي المقابل هيسلم له بويكا. بس الضابط بيقول له ان الموضوع ده صعب جامد علشان لو خرج الراجل ده هيعمل كوارث، فيزود الفلوس ويقول له خد املى جيوبك. اما بويكا بعد ما يخلص المباراه بيطلع على مركز التدريب علشان يتدرب هناك، وفي الوقت ده بتكون ألما بتعمل خلطه من الاعشاب علشان تعالج ظهره، ولما بتروح تديها له فيسالها هو انت ليه ما سافرتش من البلد وسبتيها؟ فترد عليها وتقول له ان هي وجوزها عملت المكان ده علشان يعلموا الاطفال وتقويهم من الشارع، يا اما كده هياخدوهم العصابات، علشان كده ما ينفعش ان هي تتخلى عنهم. وبالليل بعد ما يروح بويكا، زورا بيروح يزور ألما ويضايقها ويقول لها ان هو مش عايز يشوفها مع بويكا من تاني، ويقول لها هو انت نسيت ان هو قتل جوزك ولا ايه؟ ولكن هي بتحاول تبعد زورا عنها وبتقول له ان الموضوع كان حادث مش اكتر. وتاني يوم الصبح بويكا عمال بيتمرن لحد ما يجيله تليفون من كيرل، واللي بيقول له ان الناس مستنياه وكلهم متحمسين وصوره موجوده في كل المكان، وان العربيه اللي هتجيبه هتوصله الساعه 10، وان هو لازم يلحق الميكروباص الليله. فبيقول له بويكا ان هو هيخلص المباراه الليله وهيطلع على طول. ولما يوصل لغرفته بيلاقي ان ألما مستنياه، فيستغرب ويلاقيها بتقول له ان هي عايزه تعرف هو قتل جوزها بقصد ولا من غير قصد. فيقول لها ان هو كان متحمس علشان المسابقه وما كانش شايف قدامه راجل عادي، كان شايف قدامه واحد بيمنعه عن حلمه، ومن غير ما يقصد انقتل من كتر الضرب. فبتزعل ألما وتسيبه وتمشي. وبالليل الساعه 9 بتبدا مباراه بويكا الاخيره، يعني فاضل تقريبا ساعه الا ربع على ميعاد عربيته، ويبدا القتال بين بويكا واللي كان موجود قدامه هو المقاتل ايجر اللي كان عمال بيستفزه في الايام اللي فاتت. وطلع ان ايجر كان مقاتل قوي هو كمان، وعمال بيضربه ويستغل نقطه الضعف اللي عنده اللي هي ظهره، يعني بيضربه فيها جامد.
جامد، وبنلاقي ان هو كل شويه يضربه في ظهره وفي ركبته اللي كانت مكسوره، ويوقع بويكا كام مره كده علشان سرعته جامده قدامه، بس ده لسه بيستخدم رجليه الاتنين وبيواجه ليه الضربات الجامده، والاتنين بيحاولوا ان هما يشقلبوا بعض على الارض، وايجر بيحاول يخنق بويكا علشان يموته، بس بويكا بيغفله ويقلبه هو. والمشكله هنا ان ايجار بيدوس بكل قوته على ظهر بويكا المكسور، لا وكمان بيفضل يضرب فيه لحد ما يخليه مش قادر يقف على رجله من تاني، وده اللي عصب بويكا وخلاه مش قادر يتحكم في اعصابه، وعلى طول دخل في ايجر بكل قوته، وفضل يديه ضربه ورا التانيه من غير ما يوقف خالص، ويختم الموضوع كله بالضربه برجله زي المعتاد لحد ما يسقط ايجر على الارض وما يتحركش من تاني، وبتنتهي المباراه بفوز بويكا زي ما اتعودنا، وبيجري علشان يلحق عربيته، ولكن في نفس اللحظه بتيجي عربيات مصفحه بره الكازينو، وبينزل منها الوحش الادمي كوشمار علشان يحارب بويكا، ولما بيجهز بويكا حاجته علشان يمشي بيجي وراه زورا، واللي بيوقفه ويساله هو انت رايح فين؟ فيرد عليه ويقول له انا مسافر، الاتفاق اللي كان بيني وبينك خلص على فكره، وكمان ألما بقت حره، بس يتفاجئ لما يلاقيه بيقول له ان الاتفاق لسه ما خلصش علشان اخر قتال هيكون بينك وبين بطل الكازينو. فرد عليه بعصبيه وقال له طب هو كان مين ايجر ده؟ انت قلت لي 3 قتالات، اخر قتال فيهم بيني وبين بطل الكازينو اللي هو كان ايجر. فرد عليه وقال له لا، كوشمار هو البطل، لو عاوز تمشي مشي، وألما هتفضل ملكي، وقتها اقدر بقى اعمل فيها اللي انا عايزه، ان شاء الله حتى اقطعها وارميها للكلاب. فيرن عليه كيرل واللي مستعجل وعمال كل شويه يقول له يلا العربيه هتمشي، فرد عليه وقال له هوصل في اخر عربيه، ويوافق ان هو يتقاتل مع كوشمار ويروح بعدها ويدخل لجوه الحلبه من تاني. واول لما دخل كوشمار بمنظره المخيف والمرعب ده كل الناس بتخاف منه، وبويكا طبعا شايف الوحش الكاسر اللي موجود قدامه، فبدا يشتغل باسلوب الهروب خير وسيله، وطول الوقت بيحاول يتفادى ايد كوشمار. ومع ان بويكا بيقدر ان هو يضرب كوشمار كذا ضربه، ولكن ده بيديه ضربه واحده بكل الضربات اللي هو اداها له لحد ما سقط بويكا على الارض بقوه. وقتها كوشمار بيحس ان هو انتصر خلاص، ولكن بعدها لما يرفع بويكا راسه بيشوف ألما واللي كانت جنب زورا، ويقرر ان هو يقوم من تاني ويحارب علشانها، بس كوشمار لسه عمال يديه ضربه ورا التانيه. وهنا بويكا بيقرر انه يستخدم مهارته المتميزه وهي ضرباته برجليه، فيوجه ليه الضربه ورا التانيه لحد ما فعليا بدا ياثر عليه ويتفادى كل الضربات بتاعته، لا وكمان بيقدر ان هو يوقعه على الارض ويعمل له اصابه في الرجل. ولما بيحاول يقوم من تاني كوشمار بويكا بيقدر يوقعه علشان يمسك في دراعه وكمان يكسرها، وزي ما اتعودنا بيديه الضربه القاضيه برجليه الاتنين مع بعض، فبيقدر ان هو يفوز على كوشمار ويرميه بره الحلبه. فبيجوا الحراس ويشيلوا كوشمار وبتنتهي المباراه بفوز بويكا، ولكن بيظهر ان كانت في خطه معموله على بويكا، وده لان هو شاف زورا لسه ماسك ألما وبيجرها علشان تروح معاه، ولما بيحاول بويكا ان هو يمنعه بيتجمعوا عليه الحراس بتوع زورا ويضربوه، وكانوا عمالين بيدوه ضرب لحد ما يكسروا عظمه. ولكن لما بويكا بيسمع صراخ ألما بتحس ان رجعت له الروح من تاني ودبت فيه القوه، فيقوم ويضرب الحراس كلهم، بس بياخد طلقه بسيطه في الكتف وبسرعه يمسك المسدس ويقتل اللي فوق. وبعد شويه اكشن كده بالطلقات بيقدر ان هو يوصل لعند مكتب زورا اللي كان حابس فيه ألما، بس لما يشوفوا زورا بياخد المسدس وألما وكمان بيخرج لبره المكتب، وقدام الكازينو بيحاول بويكا ان هو يوقفه، بس زورا بيهدده بالمسدس، ووقتها ألما بتعض ايد زورا، وده على طول هاجم عليه وانضرب بالنار في بطنه، ولكن ما وقفش ونزل ضرب في زورا، وكمان فضل يخنق فيه لحد ما قدر ان هو يخلص عليه. وقتها ألما بتحاول تشيل بويكا عشان يروحوا للمستشفى يتعالجوا، ولكن ده بيتكلم ويقول لها المهم دلوقتي انك تسامحيني علشان قتلت جوزك من غير ما اقصد. وقبل ما يسمع منها الرد بتوصل الشرطه ويتم القبض عليه، ورجع لسجن شورنيا من تاني اللي كان هرب منه بصعوبه، وتعدي 6 شهور، وبتقرر ألما ان هي تزوره من تاني وتوريه الرسومات اللي الاطفال رسموها ليه وتشكره ان هو حفظ لها كرامتها وانقذها، وكمان رجع لها حريتها من تاني، وده غير ان هو اثبت لها ان العالم لسه موجود فيه خير. واخر حاجه بتقول له انا فعليا سامحتك. فيفرح بويكا لان هو اخيرا ما عادش حاسس بالذنب من تاني، وبيروح يكمل مدته في السجن من غير ما يتضايق علشان يرجع للحلبات بتاعه القتال في السجن اللي بدأ منها وينتهي فيها، ولسه هو البطل بلا منازع يوري بويكا.